قبل ما يبدأ عاوزين كلنا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أحمد رمضان وأنت ما تعرفنيش بلخص أنمي. بص أنت بطل عشان دخلت الفيديو ده، طالما دخلت الفيديو ده صدقني مش هتندم وهتشوف أقوى وأجمد ملخصات الأنمي. يلا بينا نبدأ. روح اشتركوا في قناتي التانية يا أبطال وفعلوا زر الجرس، هتلاقوا هناك أقوى ملخصات الأنمي وهننزل حاجات كتير الفترة الجاية يا أبطال بإذن الله، وأنا واثق إنها تعجبكم. مملكة فيوري ودي مملكة محايدة في عالم مليان بالسحر، وفي مجموعة من الناس بيستخدموا السحر لحاجات كتير زي انهم يكسبوا فلوس من تنفيذ المهمات، ودول يبقوا اسمهم السحرة، بيبقوا متوزعين على نقابات. الانمي بتاعنا الجامد ده باذن الله عجبكم يا ابطال. يا ريت كلنا قبل ما نبدا يا ابطال نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وننزل تحت ونفجر الفيديو ده لايكات، عشان باذن الله الفترة الجاية هنلخص انميات عظمة. ده هو ناتسو بطل الانمي بتاعنا، وبيروح لمدينة الهرجوين وبيبقى عنده حالة دوران لما بيركب اي حاجة بتتحرك، بيبقى بيدور على ساحر اسمه السلمندر، ودي بطلة الانمي لوسي، ساحرة متعاقدة، وبتتفاجئ ان مفيش غير محل واحد بس في هرجوين للسحرة، وبيعرض عليها العامل بعض المنتجات، ولكنها بتقول له انها عاوزة احد مفاتيح البوابات، وبيعرض عليها مفتاح الجرو الابيض، وبيقول لها انه ب20,000 جويل. بتحاول انها تفاصل زي عادة الستات يعني، بس ما بتقدرش غير انها تاخد خصم 1000 جويل بس، ولكنها بتلاقي السلمندر المشهور موجود هناك، وبتروح عشان تشوفه. بيبقى بيدور على السلمندر، ولما لقى حشد كبير عليه طلع جري عشان يشوفه واذا كان هو السلمندر الجنيل اللي هو عارفه. وبتبقى لوسي هناك مغرمه بالسلمندر عشان بص لها. بيدخل ناتسو بين الحشد وبيشوف السلمندر، ولكن بيعرف انه شخص منتهي لشخصيه السلمندر وبيمشي. بعد كده بتعزمه لوسي انه عرفها انه مش السلمندر الحقيقي، وانه بيستخدم تعويذه محظوره عشان يجذب البنات، وهي كانت تحت تاثير التعويذه دي، وبفضل انهم ظهروا وقطعوه فات من التاثير التعويذه. وبتسالهم لوسي انتوا بتدوروا على مين؟ وبقول لهم القط هابي انهم بيدوروا على الجنيل واللي هو السلمندر الحقيقي. وناتسو بيقول لها الجنيل اللي يعرفه هو تنين لهب حقيقي هو السلمندر. بتستغرب لوسي من كلام ناتسو لان حتى في العالم ده المليان سحر صعب جدا انك تشوف تنين حقيقي. بيظهر السلمندر المزيف وبيدعو لوسي الحفله بتاعته على السفينه، بس هي بترفض. لما بيقول لها انه السلمندر بتاع نقابه فيري تيل ممكن يكلم الرئيس عشان يضمها بتوافق على طول. بيقول لها ان ما نتقابل على السفينه بقى وبيمشي. بيعرف ناتسو ان السلمندر المزيف بيدعي انه سلمندر نقابه فيري تيل. لوسي بتبقى على السفينه وبتكتشف ان السلمندر ده مخادع وكان بيغري البنات عشان يروح الحفله على السفينه وينيمهم بتعويذه سحريه ثم يخطفهم هو وعصابته. وبيبان انه من نقابه تايتان نوز واسمه هو بور الضوئي. بيدخل عليهم ناتسو بدخول راي يسبب حريق، ولسه بتهرب وبتستدعى مفتاح حامله الماء اكورياس عشان تخلي السفينه تروح على الساحل بتاع المدينه. وناتسو بيضربهم بزئير التنين الناري وبيقضي عليهم كلهم، بس بيفضل بور الضوئي ما حصلوش اي حاجه. واحد اعدائه بيقول له ان السلمندر بتاع فيري تيل الحقيقي هو ناتسو ده، وبيقول له ناتسو تعال انت حسابك معايا عسير، مش من السهل انك تنتحل شخصيه واحد من اعضاء فيري تيل وتهرب بجلدك كده. وبيهجم عليه هجمه واحده بتحطم الميناء اللي هم فيه بالكامل. وبنعرف من القط هابي ان سحر ناتسو من المفترض انه سحر مضاد للتنانين، والجنيل هو اللي علمه السحر ده. وبيظهر الجيش وبيهرب ناتسو مع لوسي وهابي عشان ما يتمسكوش منهم بعد الدمار اللي هم عملوه. بيظهر بعد كده ناس غريبه متجمعه وبيقولوا ان الناس من نقابه فيري تيل المره دي دمروا ميناء بالكامل، وبيقولوا انهم اغبياء ولكن عندهم مجموعه كبيره من السحره الموهوبين الاقوياء، وبيقولوا انهم يسيبوهم علشان من غيرهم هيبقى العالم ممل قوي. بننتقل لناتسو هو مع لوسي عند نقابه فيري تيل، وبيدخل ناتسو النقابه وبيرحبوا بيه، ولكن اول ما بيدخل بيضرب شخص كده وبيقول له ان المعلومات اللي اداها له عن السلمندر غلط، وبيضربه بيبدا الكل يتعارك. بيظهر شخص كده وبيقول اخيرا ناتسو رجع، وبقى اسمه جراي، بيبقى عاوز يتعارك مع ناتسو برضه. وبيظهر اخيرا شخص عاقل وهي ميراجين اللي بتبقى في مجله الساحر كل اسبوع بصورها. بيظهر رئيس النقابه مكروف وبيوقف العركه اللي بتحصل في النقابه بين الاعضاء، بيدعي عليهم مكروف عشان تحتهم من الاماكن وكل الشكاوى اللي بتوصل له من المجلس الاعلى، وبيدوم خطبه طويله عريضه كده، ولكن في الاخر بيقول لهم يستريحوا عادي عشان هو ما يهموش. وبيحتفلوا بانضمام لوسي لنقابه فيري تيل. بيدعي ناتسو وبيمشي بعد ما لقى روميو زعلان لان ابوه واللي هو ساحر اسمه ماكاو لسه ما رجعش حتى الان. تسال لوسي ايه مشكلته، فبتقول له ميراجين ناتسو مشكلته زي مشكله روميو ابن ماكاو كده، ولكنه عنده ماضي صعب ومش عاوز الباقي يبقى شبهه. بيروح ناتسو مع لوسي. البنت دي لازقه يا جماعه، تفتكر لوسي اللي ميراجين قالته. هنرجع كده ابطال فلاش باك في الماضي، وبنشوف ان ناتسو ابوه سابه من فتره وما رجعش من وقتها. هو مش ابوه الحقيقي ولكنه رباه على الرغم من كونه تنين. ابو ناتسو لقاه في الغابه وعلمه القرايه والكتابه والسحر كمان، ولكن في يوم من الايام اختفى وناتسو ما قدرش يوصل له ابدا. وبنرجع تاني يا ابطال للحاضر، وبتقف العربيه اللي هم فيها عشان مش هيقدروا يتقدموا اكتر من كده، وهو وصلوا لمنطقه جليديه. وبتفضل لوسي تتذمر بان الجو بارد، وبتفتح لوسي بوابه الساعه وبتدخل جوه الساعه عشان البرد، وبتسال ناتسو ايه المهمه بتاعت ماكاو اللي بيعملها هنا. بيقول لها ناتسو ان مهمته التخلص من الوحش الخبيث فولكان. بيبقى ناتسو بيدور عليه ماكاو
ولكن بيهجم على القرد فولكان، بس ناتسو بيتفادى الهجوم، ولكن القرد فولكان بيخطف لوسي بيهرب بيها، وناتسو بيلحقها للكهف التلجي وبيسأله فين ميكاو. بيوديه فولكان لمنطقة بيوقعه من على الجبل التلجي، وهنا بتفكر لوسي ان ناتسو مات وبتتعصب وبتفتح بوابة السور الذهبي وبيطلع منها الحيوان الروحي توروس اللي بيفعل مهارة الهيجان وبيهجم على فولكان، ولكن بيتفادى فولكان الضربة بسرعته. بس ناتسو بيطلع وقتها وبيضرب توروس لانه يعتبره عدو، بس هو فهم غلط. بيجي من القرد فولكان عليه بس بيصد الضربه بايده عادي جدا ولا كانها ضربه عيل صغير. بيضرب القرد بالرجل وبيطيره، وبشويه قوه صداقه بيهجم عليه تاني فولكان، بس المره دي برجل ناريه بيطيره تاني. وكان بيهجم عليه بالتلج بس ده ما بيأثرش في ناتسو لانه ساحر بتصنيف النار. بياخد فولكان فأس توروس وبيهجم بيه على ناتسو، بس ناتسو بيوقف هجومه وبيخلي الفأس يدوب بحرارة جسده وبياكله، وبيفعل ناتسو مهاره قبضه التنين الناري الحديديه وبيهجم على فولكان وبيجيبه الارض. وبعدها بنعرف ان ميكاو كان القرد فولكان، والقرد استعمل عليه السحر الاستيلاء، بمعنى اللي كان بيحاربه ناتسو ده كان ميكاو، ولكن تم الاستيلاء عليه بواسطه فولكان. ودي ميزه نوعيه الوحوش دي، بيعالجوا جروح ميكاو وبيفوق اخيرا وبيقول لهم ان هزم 19 منهم بس ما قدرش على الاخير، ولكن اخيرا ناتسو قدر يهزمه. وبيرجعوا للنقابه مع ميكاو وبيقابل عائلته وابنه بيشكر ناتسو وبيمشوا للنقابه. بيروح ناتسو وهابل بيت لوسي وبيبقوا متحمسين عشان يعرفوا قوتها، وبتقوم تستعرض لهم بوابه الجرو الابيض وبتبقى عاوزه تتعاقد معاها. بيسالها اشمعنى فتحت بوابه الجرو الابيض، فبتقول لهم انها مش بتستنفذ طاقتها واقلها خطوره عليها. بيتعامل لوسي مع الجرو اللي عامل كانه راجل تلج صغير كده، وبتحاول انها تتعاقد معاه وبيتم التعاقد، وبتشرح لهم هي ليه محتاجه للتعاقد وانها ساحره متعاقده، وبيقول لها ناتسو انها تنضم لفريقه. وتوافق لوسي على الانضمام لفريق ناتسو، وعلى طول بيقول لها ناتسو على المهمه. بيبقوا محتاجين لوسي تأدي دور الخادمه عشان يقدروا يسرقوا كتاب من الدوق ايفرول، وهي كانت مطابقه للمواصفات بالظبط اللي عرضها الدوق. بيبقى ناتسو ضحك عليها، بس بما انها ساحره متعاقده فما بتقدرش تخلف اي وعد لها ابدا، وبتوافق. بينتقل النقابه بيعرفوا هناك ان المهمه اللي ناتسو خدها اللي سعر الكتاب الواحده فيها 2000 جوهره، اتغير سعره ل2,000,000 جوهره، والسعر ده بياخده من المهمات اللي بتبقى من نوعيه اخضاع الوحوش القويه. بيوصل ناتسو وفريقه لبلد شيروتسومي وبيروحوا مطعم، ولكن لوسي بتروح تتنكر وبترجع وهي متنكره بزي الخادمه عشان تروح تتقدم للوظائف في قصر ايفيرول. ولكن الاول بيروح للزبون اللي طلب المهمه هو كاب مليون، وبيطلب منهم يقطعوا او يحرقوا كتاب اسمه مطلع الفجر عند الضوء ايفيرول، وبتصدموا لما يعرفوا انه رفع سعر المهمه ل1,000,000 جوهره. وبيساله هو رفع السعر للدرجه دي ليه، وبيقول لهم انه لازم يدمر الكتاب ده باي ثمن، ما ينفعش الكتاب ده يتنشر. وبتحمس ناتسو وبينطلق. بتروح لوسي تقدم على وظيفه الخادمه، ولكنها بتترفض من الدوق ايفيرول لانه شايفها مش جميله. بيغيروا الخطه انهم يقتحموا البيت من فوق، وبيفضلوا يدوروا في البيت كله ولكن بلا هدف، مش بيلاقوا اي حاجه خالص. تظهر الخدمات وبتهجم عليهم، ولكن ناتسو بيخلص عليهم كلهم، وبيدخل اخيرا غرفه الكتب ويفضلوا يدوروا على كتاب مطلع الفجر، وبيلاقوه فعلا، واللي كتبه يبقى كيمو زاليون، ويبقى ساحر وكاتب معروف جدا. ومترضاش لوسي انهم يحرقوا الكتاب ده. بيظهر الضوء ايفيرول من تحت الارض، بيقول لهم انه كان مستغرب ليه السحرة دخلوا بيته، ولكن في الاخر هم جم عشان الكتاب التافه. وبيقول لها ناتسو هنحرقه دلوقتي، فبتقول له استنى اقراه هنا، بس بيتضايق الضوء ايفيرول وبيستدعى الاخوه فنيش، وبيبقوا 2 من مرتزقه بتوع نقابه ذئاب الجنوب الاقوياء. بتهرب لوسي بالكتاب عشان تقراه لانها شاكه في الموضوع بتاعه، وهابي بيروح لها عشان يحميها. وناتسو بيقاتل الاخوه فنيش، ويبقوا عارفين انه ساحر نار بسبب انبعاث النار من رجله بعد ما هزم فيركو. بيهجم عليهم بكل قوته، بس هما بيبقوا سحرة متخصصين ضد السحرة الناريين وبيستهزئوا بيه، فبيرد عليه الاستهزاء وبيهجموا عليه باعتباره ساحر ضعيف ما عندوش اي قوه جسديه، بس بيقعد يستهزأ بيهم لغايه ما يستفزوا، وبيهجموا مع بعض بحركه اسمها دمار السماء والارض، وبتبقى ضربه قويه جدا. ولكن ناتسو مش بيتضرر خالص منها، وده بيصدمهم. بيهجم عليهم ناتسو بزئير التنين الناري، ولكن بيتصدوا له بمهاره بتخلوهم يمتصوا سحر النار ويخلوه يرتد على مستخدمه. ولكن ناتسو بياكل السحر اللي هم خلوه يرتد عليه، بيترعبوا منه حرفيا وبيعتبروه وحش. وهنا بقى ناتسو بيبقى شحن قوته، بيهجم عليهم باجنحه التنين الناري وبيدمر القصر بالكامل تقريبا. بينتقل لوسي وهي بتقرا الكتاب منظره الرياح القارئه، ودي بتبقى اداه سحريه بتساعد مستخدميها على القراءه السريعه جدا للكتب. ولكن بيجدها الضوء ايفيرول وبيمسكها عشان يعرف السر اللي هي اكتشفته. بيقول له انه اكبر كيمو زاليون انه يكتب الكتاب ده بنفسه، ولكن هنا بيتدخل هابي وبيضربه عشان يسيب لوسي. بيتفك منه وبتقول له انها ممكن تسيبه لو خلاها تمشي دلوقتي، ولكن بتكتشف ان الضوء ايفيرول ساحر مستخدم لسحر الغوص. بيقول لها انها مهما كانت قويه مش هتقدر تهزم سحر الغوص بتاعه ابو الفشخره الكدابه اللي فيكم دي. وبيقول لها دوك ايفيرول انه ابتز كيمو
كيمو عشان يكتب الكتاب، وقال له ان يسحب كل جنسيات عيلته وده يخليهم ما يقدروش ينضموا لاي نقابات تجاريه او حرفيه. وفي الاخر كتب الكتاب بس في السجن عشان رفضه الاول ليا ضايقني، فقررت ان اكسر فخره. بتقول له لوسي انه مع كل اللي عمله وحبسه كيمو لمده 3 سنين في الحبس الانفرادي هو ما تخلاش عن فخره، بما ان كيمو كان ساحر فاستخدم اخر ما يملك من قوته في القاء التعويذه على الكتب بتخليه بعد مرور مده من الزمن يظهر الجرائم بتاعه الدوك ايفرول. بس ده مش السر الوحيد اللي هو سابه. وبتفتح لوسي بوابه السرطان العملاق كاني وبتأمره يهجم على الدوك ايفرول. بيطلع ان الدوك ايفرول متعاقد هو كمان وفتح بوابه العذراء فيرجو، وبتطلع انها الخادمه الضخمه اللي ظهرت معاه في البدايه، وبيظهر ناتسو من وراها. الواضح انه كان بيتبعها. بيهجم على ناتسو بزئير التنين الناري وبيوقعها، ولوسي بتمسك الدوق افرول بالكرباج علشان ما يهربش وبترميه الكاني اللي بيحلق له شعره وبيغمى عليه وبينهار القصر بتاع الدوق ايفرول. بعد كده بيروح فريق ناتسو الكابي اللي كان طلب مهمه حرق الكتاب وبيسلموا له الكتاب وبيقول لهم اللي طلب منهم يحرقوه وهم جابوه ليه، وبتقول له لوسي تقدر انت تحرقه، احنا عملنا اللي علينا باننا جبنا لك الكتاب. انا عارفه انت ليه كنت عاوز تحرق الكتاب ده عشان تحافظ على فخر عائلتك صح؟ بما انك ابن كيمو زليون. قال لهم ان ما اسمحش لنفسه مره انه يقرا الكتاب وكان عاوز يحرقه لان ابوه قال له ان الكتاب ده قذر وما يستحقش القرايه. هنا بتعصب ناتسو عليه وبيقول له انت كنت عاوز تحرق حاجه ابوك اللي كتبها وانت ما تعرفش حتى فيها ايه. بس بتهدي لوسي وبتقول له ده كان عشان يحمي فخر ابوه وعيلته، وبيحكي لهم ان ابوه قطع ايده بعد ما رجع من الحبس الانفرادي عشان كان معتبر ان الكتاب ده مخجل جدا له وكان هو شخصيا متضايق منه. بعد فتره من ده كيمو توفى وفضل يكرهه حتى انه غير اسمه لكابي زليون بسبب الموضوع ده. بس بعد مده كراهيته لابوه اتحولت لندم، بس هو ما عادش عايش دلوقتي عشان يقدر يعتذر له على اللي عمله. عشان كده اقل حاجه ممكن يعملها انه يحرق الكتاب ده. بيبقى ولع كبريت جنبه بس بتقوله لوسي ان ده مش هيعجب ابوه. الكتاب بيبدا انه يتوهج وبيتغير اسم الكتاب من مطلع الفجر لعزيزي كابي، وبيطلع انه كتب الكتاب ده لابنه كابي وحط عليه سحر عشان يغير ترتيب الحروف وكمان يغير الكلام الموجود في الكتاب. وسبب انه ساب الكتابه مش عشان هو عمل كتاب سيء جدا، بل هو عشان عمل كتاب عظيم جدا ومش هيندم على عدم الكتابه مره تانية. والكتاب ده هو رساله لابنه الحبيب كابي زليون. بيمشي ناتسو من غير ما ياخد المليونين وده عشان المهمه كانت حرق الكتاب او تدميره، بس هما ما عملوش كده. ولو خدوا فلوس على ده فكده هيضروه من سمعه النقابه لانه كان فقير. وحتى ان كابي زليون بيطلع انه استاجر بيته لانه كان فقير وبيته صغير. بتسال لوسي ناتسو ازاي عرفت ان البيت مش بتاعهم، فبرد عليها وبقول لها ان ريحتهم مش شبه ريحه البيت، وتقول له انها تتمنى لو توصل لنفس مستوى كتابه كيمو. يفضلوا يمشوا في طريق رحلتهم لغايه ما بيقابلوا غراي وبيقعدوا يتعاركوا شويه. بعدها بيقول لناتسو انه لازم يرجع بسرعه عشان ايراز هترجع قريب ودي تبقى معروفه باقوى ساحره في نقابه فيريتيل. وبتفرح لوسي عشان هتقابلها وبتسالهم هي شخصيتها عامله ازاي، فبيقولوا لها انها اشبه بالشيطان. بيحصل عليهم هجوم مفاجئ من بعض السحره وبيمسكوا هابي عشان ياكلوه، بس جراي وناتسو بيلحقوه بيهجموا على الخاطفين ولوسي بتروح تخلصهم من قيده وبيهربوا هما الاثنين. وجراي وناتسو قاعدين بيهينوا في الخاطفين وبعدها بيتكبلوهم، بس في شخص لسه بيبقى مغماش عليه وبيعمل تعويذه انتقال وبينقل كل اصحابه معاه. بترجع عرس اخيرا وبيطلع شخص بيجري عشان يقول النقابه والكل بقى في حاله رعب. هموت اعرف بيخافوا منها ليه كده. بتوصل للنقابه مع قرن وحش هي هزمته وبتفضل تأدب كل واحد منهم وتحسن سلوكهم. تسال بعدها على ناتسو وبنلاقيه اتحول لكلب مطيع من الخوف، وبعدها بنعرف انه حاول يتحداها ويتهزم هزيمه نقراء خلته يخاف منها. والنقابه كلها حصل لها نفس الشيء ده. تطلب ايراز من ناتسو وجراي انهم يجوا معاها كفريق عشان في مهمه مستعجله لازم يعملوها بكره. وفي اليوم اللي بعده بتحصل عركه تاني بين ناتسو وجراي. الاتنين دول مش متفقين ابدا يا اخي، ولكن اول ما ايراز بتظهر لهم بيبان كانهم افضل اصحاب. وبيطلب ناتسو من ايراز انها تقتله بشرط انه يروح معاها وبتوافق. بتحصل لناتسو نفس مشكله المركبات بس ايراز عندها الحل لكل حاجه. بتقوم ضربه قويه بتخليه يفقد الوعي. وايراز بتقول لهم ان عدوهم هو نقابه الظلام سنولت واللي بتحاول انها تعمل مشاكل بسحر اسمه لالاباي. وبيطلع انه دول هم الناس اللي حاولوا يخطفوا هابي قبل كده بس ناتسو وجراي اهانوهم. بنعرف ان نقابه اسينولد دي انطردت من اتحاد النقابات بسبب حبهم للفلوس اللي خلاهم يبداوا عمليات اغتيال، واشهر عضو فيهم كان إليجور وده اتعرف باسم الشينيغامي حصد الارواح بسبب مهاراتها العاليه في الاغتيال وقوته. تسال لوسي ايراز ايه هو سحرها، بيقول لها هابي ان سحرها جميل جدا، لكن ايراز بترد عليه وبتقول له انها تعتقد ان سحر جراي اجمل وبتطلب منه يستعرض سحره. بنعرف انه مستعمل سحر الجليد، ميه على نار بتبقى شرار. بيطلعوا من القطر وبينسوا ناتسو زي كل مره يعني، ولكن هناك ناتسو بيقابل احد اعضاء نقابه سينولد اللي بيهاجموا على طول. ولما ناتسو بيحاول يستخدم سحره بيعمل تعويذه لالغاء السحر، ولكن هنا ايراز بتتدخل وبتوقف القطر وهنا
بيستغل ناتسو ان مش في تركيزه وبيهجم عليه هجمه قويه جدا كانت هتقضي عليه لولا ان يستخدم حاجز دفاعي. بيبقى القطر هيتحرك تاني وناتسو بيحاول انه يهرب قبل ما يجيله الحاله مره تانيه. بيروح لايراز اللي بتبقى راكبه مركبه سحريه عشان تلحق ناتسو من القطر وفعلا بيلحقوه. ولما بيقول لهم ان اتقاتل مع واحد من نقابه ايسينولد ايراز ضربته لان ما كانش منصت للخطه وكان لازم يمسكه. ما انت اللي افقدت الوعي برضه يا حاجه. وبنعرف من لوسي ان الحاجه اللي كانت مع العضو ده كان لالاباي اللي هم بيدوروا عليه وانه سحر اسود محرم استخدامه. بيوصل الناي ده فعلا لايد إليجور وبتحاول ايراز انها توصل باسرع سرعه لمكان القطر اللي فيه الشخص اللي معاه الناي عشان تحاول انها تفشل خطتهم. وبيلحقوهم فعلا بعد ما بيعرفوا ان كتيبه عسكريه راحت عشان تقتلهم وحتى الان ما رجعتش. ولما بيدخلوا المكان وجودهم بيلاقوا الكتيبه كلها ملقاه على الارض ومهزومه مش عارفين تتصرفوا فاردين صدوركم ليه. بيقابلوا إليجور اخيرا وبتساله ايراز ايه هدفه ولكنها بتستوعب ان عاوز يذيع صوت الناي عشان الناس كلها اللي بره تسمعه وده خطير جدا لان صوت الناس ده بيسمى بلحن الموت. بتساله ايراز عاوز تعمل كده ليه وبيقول لها انه عامل حمله تطهير عاوز يطهر البشر الضعفاء دول اللي بياخدوا حقوقهم عادي كده ومستمتعين بحياتهم هم ما يعرفوش ان في حد تاني اتسلبت منه الحقوق بتاعته دي. لوسي بتقول له ان غبي وهنا احد اعضاء مجموعته بيهجم عليهم وبيقول لهم انهم مش هيعيشوا يوم تاني اصلا عشان يعترضوا. في لحظه حماسيه قويه جدا بيظهر ناتسو المغمى عليه وبيدمر الضربه السحريه بتاعته وبيقول له بقى انت اللي هاجمتني وانا في القطر تعال انا عاوزك في كلمتين كده. وهنا بتوقع إليجور انه نجح في خطته وبيختفي المكان تاني. بتؤمر ايراز ناتسو وجراي انهم يلحقوه وهم يهتموا بفريق متجمع في القاعه ولكن برضه بعض الاعضاء بيلحقوا ناتسو وجراي عشان يوقفوهم. بضربه واحده بس من ايراز بتوقعهم كلهم وبتكمل على الباقي. بيظهر شويه بيحاولوا انهم يهزموها بقوتهم السحريه ولكن ضرباتهم مش بتاثر فيها خالص وبتغير سلاحها من السيف للرمح وبتقعد تضرب فيهم تاني وبتغير سلاحها مره تانيه لخنجرين. وفي اللقطه دي افتكرت حد عظيم جدا هو بهجت صابر ما علينا وبتدخل تضرب فيهم تاني والكل بيتفاجئ من سرعتها في تبديل وتجهيز الاسلحه بتاعتها. حتى لوسي واقفه مستغربه من قدراتها دي. نعرف ان اللي عملته ايراز ده كان مجرد تسخين ولسه ما ظهرتش اي قوه لها. وهنا بتنضم لها لوسي وبتستدعي بقوه السرطان العملاق وبيقص لهم شعرهم واسلحتهم كمان. وايراز بتمدح لوسي وقتها وبتلاحظ ايراز ان في كتير منهم واخيرا بتقرر انها تستخدم قوتها لابادتهم وبتستدعي درع الفارسه وده بالمناسبه اسم سحرها برضه. بتضربهم بالسيف الدائري وبتوقع معظمهم وبيبقى فاضل اتنين بيحاولوا انهم يقاوموا بضرباتهم السحريه. بس على مين يا ابني دي ايراز يلا اقوى عضو في نقابه فيريتيل. واخيرا واحد بيهرب وايراز بتقول للوسي تلحقوا تمسكه. بننتقل لناتسو وجراي اللي سبحان الله متفقين المره دي قوه سيطره ايراز وبيتفرقوا في طريقين عشان يشوفوا انهي الطريق الصح. بيروح جراي لاوضه الاذاعه بما ان إليجور عاوز يذيع صوت الناي ولكن بيهجم عليه واحد من اتباع إليجور لانه كان متوقع انه هيروح هناك. بتطلع ايراز على سطح المبنى وبتقول لكل الناس المحتشده يهربوا عشان هيموتوا لو سمعوا صوت الناي وده كان افضل خيار كانت ممكن تعمله. ولكن بيظهر إليجور وبيحوط المحطه بحائط هوائي. نرجع لفات جراي والواد ابو حبال ده وبيقعد يتفاخر شويه بحباله بس جراي بيحط عليه وبيديله ضربه قبضه جليديه بتوقعه. بيقول له جراي انتم بقى بتخططوا لايه؟ فبيقول له اتوقع ان دلوقتي حائط إليجور الهوائي موجود في مكانه دلوقتي. نرجع لايراز وإليجور الشنغامي اللي بيقول لها ان كان طول عمره عاوز يقتلها يقتل اقوى فرد في نقابه فيريتيل. وصل جراي لمكان إيراز وبيقول لها ان هدف نقابه إيسينولد البلده اللي بعد اللي هم فيها وليس دي والبلده التانيه دي هي اللي فيها كل ساده النقابات. بتفتكر إيراز ان في واحد اسمه كاجي كان مع إليجور ويقدر يبطل السحر اللالاباي. بتقول لجراي يدور عليه. بتروح هي كمان تدور عليه وقتها بيبقى في شخص اللي هرب منهم وبيستدعيه قائد المجموعه دي وبيقول له انه هيديله مهمه سهله يحبط بيها خطتهم. بيظهر كاجي ده لناتسو بيبقى اصلا هو تبع إليجور اللي كان بيلحق بناتسو. بيهجم على ناتسو هجمه من ظهره وبيتعصب ناتسو بيقول له هو إليجور فين؟ بس كاجي بيقول له هقول لك على كل حاجه بس لو هزمتني. بيجي مع ناتسو هجمه خبيثه بس بيتصدى لها وبتصدم كاجي وبيفضل كاجي يهجم على ناتسو وهو بيتفاداها ببراعه. بيقرر ان مفيش حاجه نافعه مع ناتسو فبيهجم عليه بظل الافعى ودي هجمه سحريه بتفضل وراه مهما راح. وهنا ناتسو بيستخدم قوته اخيرا وبيدمرها بالاجنحه قاطعه لتنين اللهب. بتصدم كاجي من قوه ناتسو التدميريه وبيضربه ناتسو بكره ناريه بتدمر الاوضه بالكامل وبتهينه. بتوصل إيراز وجراي لمكان ناتسو وبتمسك كاجي وبتقول له يبطل حاجز إليجور الهوائي. بيرفض ولكن بعد تهديد بيوافق. وهنا بيظهر الشخص اللي كان هربان من إيراز وبيقتل كاجي. بيتعصب ناتسو جدا وبيقول له ازاي تقتله هو ما كانش صاحبك في النقابه ما كنتوش بتشتغلوا مع بعض. وبيلحقوا بعد ما هرب ثم بيضربه. بتزعل لوسي بعد كل اللي حصل ده وهي بتسال انا قطعتكم في حاجه؟ انت يا لوسي عايمه في ميه البطيخ. بيشرح لها جراي كل اللي حصل وان هدف إليجور هو اجتماع النقابات. ولما يشوف لحظه عبره لمحاوله ناتسو اختراق الحاجز الهوائي بالقوه الناريه وهو في شده عصبيته. بتحاول لوسي تقول لجراي يمنعه بقوته بس جراي بيقول لها لو كان ينفع كنت عملت كده بس ما قدرش.
بيقترح ناتسو ان لوسي تستخدم المفاتيح السماويه بتاعتها وتنتقل لبره الحاجز الهوائي، بس هي شرحت له انهم محتاجين ساحر ارواح سماوي تاني بره علشان يقدروا يعملوا حاجه زي كده. وهنا ابي بيفتكر انه ما ادهاش مفتاح فارجو، ودي الخادمه اللي كانت روح سماوي متعاقده مع الدوق، وبيقول لها ان فارجو بتقدر تحفر ممرات تحت الارض وممكن يهربوا من الحاجز الهوائي عن طريق الممر اللي تحت الارض. ولوسي بتفتح بوابه فارجو وبتطلع بشكل مختلف تماما عن كل اللي كانت موجوده عليه لما كانت مع الدوق. وبنعرف ان الارواح السماويه بتتشكل على حسب رغبه المالك بتاعها وبيتعاقدوا مع بعض وبتبدا في حفر الممر الارضي. بيبقى الكل رايحين يدخلوا الممر اللي فارجو عملته، بس ناتسو بيشيل كاجي عشان ياخده معاه وبيقول لهم انه مستحيل يسيب حد يموت بعد ما هو قتله. وهنا بتبتسم ايراز على فعلته. بيطلعوا بعدها من الحاجز الهوائي بيقول لهم كاجي ان مفيش طريقه انهم يلحقوه خلاص. بتلاحظ ايراز اختفاء ناتسو وهابي، بيطلع ان الاثنين دول كانوا بيلحقوا بليجور لوحدهم وبيلحقوه فعلا وبيوقعوا على السكه الحديديه. بيستغرب ليجور من وجود ناتسو مع انه حبسهم هناك. بيبقى فريق ايراز راكب العربيه السحريه بتاعتهم وماشيين على السكه الحديد، بس بتبقى ماشيه ببطيء عن الاول لان ايراز بتبقى فقدت معظم طاقتها السحريه. بيجي ليجور على ناتسو بقوه رياح ضخمه، بس ناتسو بينط بالنار بتاعته وبيهجم عليه، بس ليجور بيحمي نفسه من الضربه. وبتفاجئ كمان من قوه ناتسو الغريبه في تحكمه بالنار، بس ليجور بيضرب على ناتسو هجمه اعصاريه بتوقعه من على السكه الحديد للارض. وبيبقى يفقد الامل بس بيفتكر كلمات ماكو له عن قدرته على التحكم بالنار، وفعلا بيظهر اعصار ناري رهيب من الاعماق اللي بجانب السكه الحديد. وبيطلع ناتسو من هناك وبينجح في انه يغير من صيغه النار. بيهجم على طول ناتسو بزئير التنين الناري، ولكن ليجور بيحمي نفسه بحائط العاصفه. وبيتفاجئ من هجمات ناتسو العشوائيه والسريعه جدا واللي ما بيقدرش يتوقعها، وبيقول له ان قلل منه جدا. بيفعل ليجور مهاره اسمها رداء العاصفه، ودي بتبقى عاصفه محوطه جسمه بالكامل. بيحاول ناتسو ان يخترق الدرع ده بقبضه التنين اللهب الحديديه، بس الحاجز ده بيقدر يوقفها. وبيستفز ليجور ناتسو بانه يقول له ان النار عمرها ما هتقدر تهزم الرياح. بيضرب ليجور على ناتسو هجمه العاصفه القاطعه واللي بيقدر يتفاداها كلها. بيبقى يوصل له بس رياح الحاجز بترميه بعيد، وبيستوعب ناتسو انه مش نيرانه بس اللي مش قادره توصل له، ده هو شخصيا مش قادر. بيجي ليجور تاني بهجمه الزمرده السريعه. اول ما هابي بيسمع اسم الهجمه دي بيقول له يبعد عنها على طول عشان لو قربت له هتقضي عليه، بس ناتسو مش بيسمعه وبيتلقاه وبيطير بعيد على السكه الحديد. وبيتفاجئ ليجور ان جسمه ما حصلوش حاجه. بيقوم ناتسو بعد الاضرار الجسيمه اللي حصلته دي وبيقول له انت لو عايز تقضي على العجائز بتوع النقابات قتلهم بقوتك الخاصه مش بالادوات والسحر الممنوع. بيهجم عليه هجمه بسيطه بس الدرع بيطيره. هي ناتسو بيتعصب وجسمه كله بيقلب نار وبيشكل بيها سحر ناري بتخلي رياح ليجور يمشي في مسار مختلف. بيتعرف ليجور على السحر ده وبيقول له ان دي العاصفه الناريه وده سحر قديم جدا. هابي بيفهم اللي بيحصل وبيستفز ناتسو بيقول له مش هيقدر يهزمه ويسيبه الجراي احسن. هي ناتسو بيتعصب جدا وبتزيد الطاقه الناريه اللي بيطلعها الليفل تاني خالص، وبيسحب سحر رضاء العاصفه بتاع ليجور. بيهجم ناتسو على ليجور بحافه سيف تنين اللهب وبيوقعها على الارض مغمى عليه من قوه الضربه. بوصل فريق ايراز بالعربيه السحريه بتاعتهم وبتمدح ايراز ناتسو للمره الاولى اخيرا، وبتقول لهم انهم يروحوا لقاعده الاجتماعات ويخلوا اساتذه النقابات هم اللي يتخلصوا من ناي. بس كاجي بيخونهم وبياخد الناي للاباي وبيطير لكلوفر بالعربيه. بيوصل كاجي هناك ولما بيبقى واقف على منطقه عاليه قريبه من قاعده الاجتماعات بيلاقي العجوز قائد نقابه فيري تيل واللي اسمه مكروف بالمناسبه. ولما كاجي بيتعرف عليه بيقول له يجرب يسمع لصوت الناي بتاعه، بيبقى ينفخ في الناي خلاص ويكونوا بيفتكر المواقف الباسله اللي حصلت من اعضاء نقابه فيري تيل وانهم حاولوا انقاذه. بيبقى فريق ايراز كله وصل لمكان كاجي بيبقوا يحاولوا يوقفوه، ولكن قائد نقابه بلو بيجاسوس بيوقفهم وبيقول لهم احنا لسه هنوصل للجزء ممتع. بيبقى كاجي هيعزف خلاص بسبب استعجال مكروف. بيقرر فريق ايراز انهم يتدخلوا، بس بيظهر قائد نقابه كواترو كيرا بروس وبيقول لهم اصبروا شويه واسكتوا الجزء المثير هيبدا اهو. وبيقول كاجي لنفسه انه هينفخ في الناي وخلاص اخيرا كل حاجه هتتغير، بس العجوز وكانه بيقرا افكاره برد عليه وبيقول له ان مفيش حاجه تتغير. الناس الضعيفه هتفضل ضعيفه طول عمرها، بس الضعف مش مشكله. طول عمر الكائن البشري من اضعف المخلوقات، وعشان هم مترددين احنا انشأنا نقابات عشان يبقى في اصدقاء نعتمد عليهم عشان نبقى اقوى. والناس اللي بتعمل كده لوحدهم بيبقى الامر صعب عليهم اكتر. تقدر انك تبقى اقوى من غير ما تعتمد على الناس. وبعد الخطبه العظيمه دي من مكروف بيقرر كاجي انه يرمي الناي ويستسلم لهم. وفريق ايراز بيروح لمكروف وبيقولوا له ان الكلمات دي كانت مؤثره جدا وعظيمه، بس مفيش حاجه كويسه بتدوم. الناي بيتحول لكائن ضخم وبيقول لهم ان زهق من الانتظار، هو هيتصرف بنفسه وهياكل ارواحهم. الفريق بيساله ايه الشيء الضخم ده اللي الناي اتحول له، فرئيس نقابه كواترو بيقول له ان ده الشيطان من زريف، وان الوحش ده اصلا هو اللالاباي، ومعنى تاني يعني هو سحر حي، وزريف ده
هو سحر اسود كان موجود في العصور القديمه، معروف بانه السحر الاكثر شرا في التاريخ السحري. بتقوم الايراز ناتسو وجراي انهم يخلوا الجميع، وفعلا بيتم الاخلاء على طول. بيضرب اللالاباي جبل وبيجوب الارض وبيعمل صوت مزعج جدا. بيتقدم عليه فريق ايراز ما عدا لوسي عشان هي عامله نفسها بتحمي القاده. بتفعل ايراز قوه الفارسه الخاصه بيها وبتهجم على اللالاباي، وجراي على طول بيفعل قوته الجليديه وبيكون رمح جليدي بيهجم برضه بيه. بيهجم نفسه بقبضه تنين اللعب الحديديه، وبيفضلوا يغيروا بين ضرباتهم وتقدمهم وبيحطوا على اللالاباي حرفيا. بيتضايق اللالاباي منهم وبيفتح بقه وبيشفط كل ارواح الكائنات الحيه الموجوده اللي حواليه، بس بتبقى الضربات بتاعه الفريق اللي عملوها دي اثرت فيه وعملت فتحات في كل جسمه، فما عادش قادر انه يتكلم او يلتهم الارواح. فبيتضايق اللالاباي وبيقعد يضرب في اي حاجه لغايه ما جراي بيكون درع جليدي عشان يحمي الناس اللي وراه، لان ناتسو اطلق قوه ناريه ضخمه بياكلها تاني عشان يشحن قوته. ومن ثم بيدخل عليه ناتسو بقى بالضربات الناريه القويه جدا. يا اخي ده الوحش نفسه خاف منه وقال له ان شبه الوحش، وانت حضرتك تبقى ايه بقى معلش. وبتعاون فريق ايراز، بس المره دي بيوقعوا الوحش وبيحرقوه بقوه ناريه كبيره جدا من ناتسو. بترجع كل اشكال الحياه للوحش التهم روحها لها تاني. بتبدا الحلقه بالاتنين دول هما بيتبعوا اثر حد. البنت دي اسمها بيساكا، اما الواد ده فاسمه ايزاك. هما الاتنين من نقابه فيري تيل. بيرجعوا النقابه بيتكلموا مع البنت اللي لو انت ما تعرفش اسمها يبقى انت مش متابع، فتابع الاول الاجزاء القديمه وكمل معانا. هما بيتكلموا عن فرقه ناتسو وهم راحوا في طريق بيعدي على قلعه كلوفر. ما تسرحش بخيالك يا غالي، مش قلعه كلوفر اللي في بالك. وقلعه كلوفر دي بقى مكان اشبه بالمتاهه اللي بيدخلها ما بعرفش يطلع. بروح بقى لفرقتنا ولسه بتصيح عشان هم تاهوا بسبب هابي، وعلى ما هي تصيح هعرفكم على المكان ده اسمه ويف فالي. هو مكان مليان شقوق في الارض نتيجه عن زلزال قديم، ونفس المكان ده برضه عدد كبير من الارواح ضاعت فيه وما رجعوش تاني. نرجع بقى لابطالنا واللي كانوا جعانين قوي وبيصطادوا بعزيمه واصرار، بس كله بلح في الاخر ومحدش جاب حاجه الا هابي طبعا. بوصلوا القريه، بس القريه دي بتكون غريبه محدش بيكون فيها خالص. دخلوا يستكشفوا بيوت بس برضه مفيش حد فيها، وناتسو كان هيسد جوعه بالاكل اللي في البيت، بس ايراز بتمنعه بتقول له روح انت وجراي ولوسي وتدوروا على فطر وانا والقائد هنستكشف القريه. وفعلا راح ناتسو وفرقته على الغابه ولقوا فطر وكلوه ما عدا لوسي اللي كانت رافضه الموضوع. نرجع بقى لايراز والقائد وهم ما بيلاقوش اي حد واي حاجه في القريه، بس بيلاحظوا خط في الارض، والخط ده مش خط عشوائي وخلاص. ولما بيمشوا شويه بيلاقوا خط تاني، وساعتها في نور بيظهر في القريه. وناتسو واللي معاه بيرجعوا بسرعه والقريه كلها بدات تتهز. فالقائد بيقول لهم اطلعوا فوق عشان عاوز اتاكد من حاجه. ولما بيطلعوا القريه بتتحول لوحوش، والقائد بيقول لهم دي دايره سحريه محفزه لتشغيل السحر المحظور الاليف. والسحر ده عباره عن انه بيحول الجماد لكائنات متحركه، واهل القريه هم اللي فعلوا السحر الممنوع ده، بس امرهم انتهى. كواكبه الوحش راس بتقول لهم دي قريه نقابه الظلام، لان لما دخلت اول بيت لقيت ادوات سحريه ومحدش بيستخدم الادوات دي. بس القائد بيستوقف دقيقه دراميه وبيقول لهم مأساتهم هي سعاده بالنسبه لنا، بما انهم وحوش يبقى اكيد ينفع يتاكلوا. روحوا موتوهم وهاتوا نصيبي. واول ما قال الكلام ده نزلوا فيهم هتك قتل، بس طلع طعمه وحش في الاخر. والوحوش ظهروا تاني وبرضه قتلوهم، بس الدايره السحريه اتفعلت تاني وقعوا فيها، بس دي اتدمرت تدمير ذاتي. واهل القريه خرجوا قالوا لهم احنا كان مسيطر علينا الوحش بعد ما كنا بنفعل الدايره السحريه، وبتاسف لهم. وناتسو وفريقه بيمشوا بس لسه جعانين برضه. بنروح بقى لمجلس السحرة وهم قاعدين بيعظموا في نقابه فيري تيل عشان يقدروا يتغلبوا على نقابه الظلام لوحدهم ب4 سحرة او 5، وبيكونوا عاوزين يكافئوهم، بس الضحكه دي ما تنويش على الخير ابدا. نرجع بقى لوسي بعد ما رجعوا اخيرا وهي قاعده بتكتب مذكراتها وبتحكي كل حاجه حصلت معاها، وبتكون لسه هتقوم تمارس هوايتها المفضله او هوايه اي بنت مفضله الا وهي التسوق. بس جراي جالها وهو عريان بقول لها انت نسيتي ولا ايه؟ المفروض ان دلوقتي ناتسو وايراز هيتواجهوا دلوقتي. فعلا بتروح هناك بتلاقيهم هيتواجهوا فعلا، بتقول دول نقابه مجانين. المهم بيبدا القتال وايراز بتلبس درع واقي من النار، ده طبعا عشان قوه ناتسو. هم بيقعدوا يتراهنوا على ايراز والقتال مستمر لحد لما بيجي ضفدع بيوقف القتال وبيقول لهم انا جاي من مجلس المدينه. وايراز رهن الاعتقال عشان سببت 11 مخالفه. ولما بياخدوا ايراز بيكونوا حابسين ناتسو في علبه مخلل. تخيل تكون واحد عندك سحر وتكون محبوس في علبه مخلل. نرجع بقى لايراز وهي بتقابل سغيرين وبقول لها ما تتصدميش ومين اللي حصل لك، انا كده من نقابه فيري تيل، بس عاوز احذرك من انك تقولي للعواجيز اي حاجه عن الماضي. وبيسيبهم وبيروح قعدوا في المجلس. الضفدع اللي معاها بيقول لها انت عارفه ناس اقوياء صح؟ ردت عليه ده شرير مش زي ما انت متوقعه. ولما بنرجع له قبل ما بيخش بيقول في نفسه ما توقفيش في طريق يا ايراز مش بعد كل ده. المهم بتخش عشان المحاكمه، وقبل ما بنعرف جرايمها بتكون لوسي عاوزه تروح لايراز وناتسو بيسيح برضه. المهم لما القائد بيخرج ناتسو ما بيطلعش ناتسو في الاخر، وناتسو الحقيقي بيكون راح فعلا لايراز.
نرجع تاني لإيراز وهما بيقولوا لها على جرايمها، بس ناتسو بيقتحم المكان وهو لابس لبس زبالة على اساس انه إيراز، بس حبسوهم هما الاتنين. إيراز بتقول له منك لله، كده كده ما كانش هيحصل له حاجة، المجلس بيعمل الحاجات دي بس عشان يبين انه بيطبق القانون بين الصحراء، بمعنى تاني هيعتبرونه مذنبة بس من غير اي عقاب. وفي اليوم اللي بعده ناتسو بيحتفل بالحرية وبيقول لإيراز تعالي واجهيني مكان ما كنا، بس هي بتخلص الكلام في ثواني. بنلاحظ بعدها انهم بدأوا ينعشوا كلهم لحد ما ناموا ما عدا القائد. واحد بيخش المقر بيوريها للقائد وبيخرج، وبعد ما بيخرج بيرجعوا يصحوا تاني، والشخص ده اسمه ميتسوجان، هو ساحر من اقوى سحرة فيري تيل، محدش بيكون عارف شكله غير القائد. بس لكسوس بيخرج وبيقول لهم انا عارف هيئته كويس، بس ناتسو بيقول له انزل وتعالى قاتلني. رد عليه انت ما تعرفش تهزم إيراز يبقى اكيد مش هتهزمني. بيقعد يتباهى بنفسه شويه، بس بعدها لوسي بتروح وكالعاده بتلاقي حد في بيتها بين قوسين ناتسو بيكون بيتدربوا جامد وبجديه، وبيقول احنا لازم نتحد عشان نبقى اقوى من لكسوس وإيراز، فعشان كده خدنا مهمه من الفائس، والفائس دي هي اقوى فئه واللي هي بتضم ميتسوجان وإيراز ولكسوس، فعشان كده محدش هينفع يطلع للدور التاني. بس ده ناتسو خد مهمه بمعرفته، بس لوسي رفضت، ولما خرجوا سووا ملصق المهمه لوسي بتشوفه لقيت ان في مفتاح بوابه في المهمه، فقالت لهم ان انا جايه معاكم. من ناحيه تانيه بيعرف القائد باختفاء مهمه من الرتبه اس وبيصيح، كل اللي في النقابه بيستغربوا ان في حد عمل كده، بس لكسوس بيقول لهم انا شفت اوضته ومعاه ورقه، وبكده عرفوا ان هو ناتسو. بيسال البت عن المهمه اللي ناقصه، بتبقى غزيره غالون الملعونه. الزعيم بيقول له روح رجعهم، لكسوس بيقول له ارجع مين يا حاج؟ مش اعضاء النقابه قادرين يعتهم نفسهم، خلوهم على راحتهم، واصلا انا مش فاضلهم. بس كراي بيقوم وبيقول له انا اروح ارجعهم، نسبقوا احنا ونروح لهم، هم عند مينا بس ما فيش قارب بيرضى انه يركبهم او حتى يقول اسم الجزيره. وقبل ما بيزعلوا عن سوء حظهم جراي بيوصل وبيكون عاوز يرجعه، ولما الاتنين بيفعلوا السحر واحد بياخد باله وبيقول لهم اركبوا وانا هوديكم. ناتسو بينام جراي وبيركبوا معاهم، هم في الطريق بيسالوه اشمعنى هتوديها؟ رد عليهم انا واحد من سكان الجزيره دي، بس هي فعلا انتوا هتقدروا ترفعوا اللعنه من عليها. ناتسو قال له عيب عليك، رد عليا انا هربت من الجزيره بسبب اللعنه. بيخلع الوشاح اللي كان عليه بيكون ايده شيطانيه، بيقول لهم دي لعنه العفريت اللي على الجزيره. ولما بيشوفوا الجزيره الراجل بيختف بدون سابق انذار، وساعتها موجه بتيجي بتغرقهم كلهم، بس بيصحوا تاني بيلاقوا نفسهم على الجزيره. روزي بتبدا تشرح لناتسو بس جراي بيوقفهم. ناتسو بيقول له القاره بتدمر مش هتعرف ترجعنا. رد عليه انا هاجي معاكم لاني مش هخليكم تطلعوا الدور التاني قبلي، ولو اتطردوا مش هيكون في متعه. وفضلوا يمشوا في الجزيره لحد ما وصلوا عند بوابه مكتوب عليها ممنوع الدخول، بس هم بيدخلوا عشان هم اعضاء فيري تيل. المهم زعيم القريه بيوريهم اجسامهم المشوهه، وده طبعا بسبب اللعنه اللي كنا شفناها عند البحار من شويه. جراي بيقول لهم انتوا متاكدين ان ده مش وباء؟ رد عليه الزعيم وقال له احنا سالنا عدد اطباء كبير فعلا، بس قالوا ان مفيش مرض كده، واكيد ان ده بسبب تعويذه القمر. لوسي بتساله عن تعويذه القمر، قال لها المكان ده بيمتص اشعه القمر من زمان، وده اللي خلى الجزيره بتشع بالجمال زي القمر، بس مع مرور السنين بدا ضوء القمر يتحول للون بنفسجي. دي تعويذه قمر شريره، وساعتها القمر البنفسجي بيظهر وبيحول سكان القريه لوحوش كامله. الزعيم بيقول لهم هي دي اللعنه، بتتحول بشكل كامل لوحوش بالليل، اما الصبح نرجع لشكلنا الطبيعي. بس في ناس ما بترجعش وكمان بيكونوا فقدوا عقولهم وانسانيتهم، وساعتها ما بيكونش عندنا خيار تاني غير ان احنا نقتلهم. وعشان كده انا قتلت ابني اللي فقد انسانيته بشكل كامل. وبيطلع صوره البحار. لوسي لسه هتتكلم بس جراي بيقول الراجل ده بعد ما مات تقريبا اتحول لشبح. العجوز بيقول لهم مفيش غير طريقه واحده عشان تبطلوا اللعنه، وهي انكم تدمروا القمر. ولما بيروحوا ماسكينهم بيكونوا عاوزين يفكروا في حل تاني لابطال اللعنه، بس ناتسو بيفكر في ان القمر هياخد كام ضربه عشان يتدمر. هم بيناموا وبيصحوا في اليوم اللي بعده هم عندهم نشاط وحيويه مش عند اي حد، ومش عشان يستكشفوا الجزيره، بس في فرد ضخم بدا يجري وراهم بيوقعوه بيضربوا فيه. ولوسي بتشوف مبنى اسمه معبد القمر. المهم ناتسو بيقعد يتنمر على المكان والحيطان والارض، بس يا ريته ما جه ناحيه الارض. بيقعوا كلهم وبيكونوا في حفر تحت الارض، فبيخشوا بيستكشفوا بس بيشوفوا حاجه غريبه. ولما جراب بيشوفه بيتخض، بيقول لهم ده داليور شيطان الكوارث، بس بيخش اتنين وناتسو وفرقته بيستخبوا. المهم بتخش عليهم بنت وبتقول لهم في خبر سيء، انجليكا حد خوفها، بص دي مالناش دعوه بيها. هما بيكونوا بيتكلموا عن الشيطان ده واللعنه، وتقريبا هم عارفين ايه اللي بيحصل وشكل وراهم حاجه، بس سبب يشغلهم. وجراب بيكمل كلامه وبيقول لهم الشيطان ده ختمته اولو، الست اللي علمتني السحر، معرفش ايه علاقتها بالجزيره ولا باللعنه، بس الشيء ده ما ينفعش يبقى هنا. لانسي بياخد الحماس وبيقول له يعني كل اللي علينا نعمله بعد ما التلج يدوب ان احنا نخلص على الشيطان ده، طب يلا بينا. بس جراي ضربه وقال له انت عاوز تدوب التلج، الشيطان ده لو قام محدش هيقدر عليه. بس ناتسو قال له مش المفروض التلج ما يدوبش بما انها تعويذه ختم؟ قال له مفيش اي سحر يقدر يذوب التعويذه دي، حتى سحر النار. التعويذه اسمها اسيد شيل، وده تلج خالص
خالص، مفيش اي حاجه تذوبه. بس ايه اللي جابه من القاره الشماليه هنا؟ وعلاقه الجزيره واللعنه بيه وليه الناس دي جابته لهنا؟ حاليا كل اللي نعمله ان احنا هنستنى لحد ما يطلع القمر. مش عاوز اقول لكم ناتسو نام على طول، ولوسي عشان تقتل الملل راحت جايبه روح بتغني، وفي الوقت اللي بتغني فيه جراب بيفتكر ذكرياته مع معلمته، بس بيلاحظوا انه بيعيط فبيبطلوا اغاني. وبالليل المكان كله بيتهز وبيكون ضوء القمر البنفسجي موجه على الشيطان، فبيطلعوا يشوفوا في ايه وبيلاقي ان في اشخاص بيرموا تعويذه، والبت اللي معاهم بتقول لهم ان دي تعويذه موندريب. دول بكده يبقى هم ناويين على انهم يكسروا الختم. جراب بيقول لها بس تعويذه ايس شيلد ختم لا بيتكسر ولا بيدوب. ردت عليه بس تعويذه موندريب قادره انها تكسر اي ختم واي سحر. المهم عبدها بيوصل زعيمهم، والناس اللي شفناها من شويه بيقول لها كان في دخلاء في وقت الظهر بس احنا ما عرفناش مين هم، بس هم تقريبا سكان القريه اللي في النص التاني من الجزيره، فبيامرهم انهم يخلصوا على كل السكان اللي في القريه. وجراي اول ما بيسمع صوته بيتصدم، بس ناتسو ما بيحبش يتصدم فبيقوم وبيولع فيهم. وجراي بيستخدم سحره، بس الزعيم بتاعهم بيستخدم سحر التلج برضه. بيأمر اللي معاه انهم يروحوا يدمروا القريه، وبيجمد ناتسو بس سابب بياخد لوسي عشان يروح القريه. وجراي بيرمي ناتسو وبيقول له انت بتعمل ايه يا ليون؟ انت متاكد من اللي انت بتعمله؟ رد عليه ما توقعتش سكان القريه يطلبوا مساعده من نقابه سحر وبالاخص منك انت. قال له انت عارف ان اولو ضحت بنفسها وختمت الشيطان وانت دلوقتي بتدمر كل اللي هي عملته؟ رد عليه عارف ده كويس، بس انا وانت عارفين ان سبب موت اولو كان بسببك. وبيقوم ناتسو لما بيجي يدوب التلج ما بيعرفش يدوبه، بيفهم معنى السحر اللي ما بيتكسرش. بعدها بنروح للمركب ده وبيكون عليه اراز وهي راحه للجزيره عشان تعاقب اللي خالفوا القانون، بس بنسيبنا منها وبنرجع لجراي تاني. وليون بيقول له انا هفكرك تاني، انت اللي قتلت اولو، انت ازاي بتقول اسمها اصلا؟ وبيضربه بسحره. بدأوا يتواجهوا وليون بيقول له كان حلمي ان اتغلب على اولو من زمان، بس انت سلبتني الحلم ده، انا متفوق عليها من زمان وانا تلميذها الاقدم وبستخدم ايد واحده في اطلاق السحر، بس ما لقيتش طريقه غير ان انا احرر الشيطان واقتله بنفسي واكون حققت حلمي. بعد ما ضربه لحد لما خلاه يغمى عليه ناتسو جاله وصحاه وخده، والجار لسه هيبدا يتمسكن بس ناتسو بيقول له مش وقت مسكنه، انا مش عارف اجري وانا زي البطيخه كده. نروح بقى لوسي اللي وصلت للقريه قبل العصابه، طبعا بما انهم في الليل فشكل السكن متغير، وده طبعا بسبب تعويذه القمر اللي سببت لهم اثار جانبيه من قوتها. المهم لوسي عملت خطتها واستدعت روح عشان تعمل فخ. بعد ما خلصته ابي قال لها هل انت عبيطه؟ يعني هم هيقعوا في الفخ اللهبل ده؟ بنشوف الفخ اللهبل بتاعها. والله معاك حق يا ابني. وبتقول لهم بما ان مفيش غير مدخل واحد للقريه فاكيد اي عدو هيجي للقريه هيخش من المدخل ده. واحد من المراقبين بيشوف واحد جاي فبيفتح البوابه بيطلع ناتسو وبيقع في الفخ. الصراحه يا بنتي حقيقي على اللي انت بتعمليه. المهم التلج اللي على ناتسو بيتفك وبيطلعوا جراي، بس ازاي الاعداء ما وصلوش لحد دلوقتي؟ هم راحوا للقريه قبل ما لوسي تتحرك اصلا، بس هم قاعدين بيفكروا كده بيشوفوا الفار بتاع الصبح بيطير وفوق الثلاث اشرار اللي ما جوش في الاول ومعاهم هلوم بيرموا قطر على لوسي، بس ناتسو بيلحقها وبيكون هلوم سام بيرموه على كل القريه، بس ناتسو بيطير وبيحرقه بيبعدوا عن السكان. بيجوا الثلاثه وبيقول لهم كنا هنقتلكم من غير ازعاج بس انتوا عاوزين تموتوا بالطريقه الصعبه. جراي بيقوم وبيقول لهم انا قاتل معاكم، بس ناتسو ضربه ونيمه وقال له انت مش هتعمل حاجه غير انك هتعترض طريقي. لوسي بتسال هابي هو عمل كده ليه؟ قال لا ده شفقه من ناتسو عشان جراي مش في حاله كويسه تسمح له في القتال. لوسي بتفكر مع نفسها ان هي دي روابط سحرة فيري تيل، والبنت اللي في العصابه بتقول لهم محدش هيهرب وبتهجم هي والفار، بس لوسي تمسك فيها وبتقول لها انا ساحره في نقابه فيري تيل. بتزغزغ الفاره وبتقع هي والبت والفاره، فهابي بيروح بيشوفها ماتت ولا اتكسرت، وكده يبقى 2 ضد 1. الاول بيستخدم سحر الاهتزاز والسحر ده بيعتبر بيمحي اي سحر قدامه، معنى تاني انك ما تقدرش تستخدم سحرك قدامه. ناتسو بيهاجمه من غير سحر وبعدها بيعزز قدراته الجسديه بسحره وبيخلص على الاول، اما التاني كان عبيط بما فيه الكفايه انه بيخلص على نفسه. نروح بقى لوسي وهي قدام البنت دي، والبنت دي بتستخدم سحر الدميه يعني بيسيطر على اي حاجه غير البشر. بتيجي مع لوسي بشجره وساعتها بتفتح بوابه وبتخرج الطور وبتخليه يهجم على البيت، بس انت غبيه على الراي هابي. البنت استحوذت عليه وخلته يهجم على لوسي، وده طبعا لانه مش بشري فبالتالي مفيش ساحر يقدر يهزم البنت دي. بس لوسي بتحاول تفكر تورس انها ملكته وان الارواح وبوابات الفتح والقفل بتكون باتفاق، وبتنجح فعلا انها ترجع لعالم الارواح وبتقوم عشان تواجه السحرة التانية بنفسها. نستكمل القتال باستدعاء لوسي واقوى روح عندها اللي هو بلو. الساحرة بتسيطر عليها وبتقول لهم يهجم عليها، بيطلع قوته الجبارة وبدأ يهجم بس مش قوي يعني، فلوسي بتستغل الوضع وبتضربها
بس بتتفاداها وبتلغي الاستحواذ، بتعمل وحش من الصخر تيجي مع لوسي باللي مش قادره تعمل حاجه قدامه لحد ما وصلت عند حافه الطريق وقعت على الساحل. بتنزل السحاره والوحوش اللي معاها، بس بما انهم عند البحر لوسي بتفتكر خطه ذكيه انها تستدعي اكواريوس وتخلي السحاره التانيه تسيطر عليها، وفي الاخر اكواريوس بتلمي صديقتها او عدوها. فلما لوسي بتخرجها وتديها الاوامر اكواريوس بتتضايق، ولما السحره التانيه تسيطر عليها وتديها الاوامر اكواريوس برضه بتتضايق، فبترميهم هما الاثنين بيقوموا تاني وبتخانقوا خناقه عنيفه جدا جدا. لوسي هي اللي بتكسب، وساعتها الفار بتهجم عليها بس لوسي ما بتكونش قادره تتحرك، بتتدخل ايراز وبتنقذها. لوسي بتفتكر انهم حرقوا القوانين وخدوا مهمه من الرود بس، وساعتها بيوصل هابي بس بيقول يا ريتني ما جيت، وجاي يهرب اتجم من قفاه. راس بتقول لها انت عارفه انا هنا ليه صح؟ ردت عليها عشان ترجعها النقابه، بس على الاقل خلينا نخلص مهمتنا. بتحكي لها على مأساة القريه واللي بيحصل فيها، بس راس ما بتفهمش وبتقول لها انت خدتوا القائد. نروح بقى الجراي وهو لسه صاحي وبيسأل عن مكان ناتسو والباقي، قالت له في الخيمه اللي جوه، ولما بيخش بيلاقي راس رابطه لوسي وهابي ولكنهم كلاب، فبيسألها فين ناتسو؟ فبتقول له ما انا سألت نفس السؤال، فبتقول له احنا دورنا عليه في كل مكان ناحيه القريه ما لقيناهوش، اصلا مش انت كنت مهمتك انك ترجعهم؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ رد عليها انت لو عرفتي مأساة القريه هتستني لحد لما نخلص المهمه. قالت له انا مش مهتمه بالمهمه دي، المهمه دي موجوده في كل النقابات، شكلك عاوز تختار القانون النقابه. رد عليها هو ده الطريق اللي اخترته ومش همشي من هنا غير لما اخلص المهمه، لو عايزه تقتليني اقتليني، وبيسيبهم وبيمشي. بدأ راس بتفكهم وقالت لهم احنا هنساعدهم. بروح بقى لوين وهو بيهزق فيهم حتى وهم مهزومين مش موجودين، وبيقولوا القزم ده وبيقول له النهارده هيتم ختم داليور، ولو محدش وقف مراسم مون ضرايب عشان ما يفضلش في التلج للابد. هما بيتكلموا المبنى كله بدأ يتهز، وده بسبب ناتسو اللي جوه بدأ يدمر كل حاجه عشان يخلي مبنى يميل، فبالتالي مش هيوصل ضوء القمر للشيطان، اما طول ما المبنى مستقيم هيوصل ضوء القمر. وبدأ يتقاتلوا مع ليون، وليون بيحكي له خطته تاني اللي تقريبا كل لما بيقابل حد هيحكيها له. نروح بقى الجراي واللي معاه هو بيحكي لهم قصه لوين اللي سمعناها قبل كده برضه، بس المره دي مختلفه لانهم بيقول لهم ان لوين ما يعرفش ان اولو لسه حيه. جراي بيقول لإلزا ولوسي ان اولو لسه عايشه. لوسي بتقول له انت بتقول ايه يا عم انت؟ مش كل الحوار ده بيحصل اصلا عشان اولو ميته؟ بيقول لهم من 10 سنين هاجم دليور المدينه اللي كانت عايشه فيها، وبنشوف الدمار اللي كان مسببه في المدينه دي، ما كملش يوم واحد وكان مدمر كل حاجه، وساعتها عدت اولو وليون، ومن هنا بدات كل حاجه. بدا الجراي يتدرب مع اولو، اول تدريب ليه كان انه يقلع هدومه عشان يكون واحد من التلج، وطبعا مش محتاج اوصف لكم مع المدى البروده اللي بتكون في القطب الشمالي. فضل يتمرن على التأقلم مع التلج وعلى استخدام السحر. بعدها بيروح المدينة اللي جنبهم بيجيبوا شوية طلبات، وهم هناك كان ليون كل شوية يتكلم عن أولو وحلمه انه يهزمها. مالناش دعوة بالكلام ده، الأهم هم مروحين بيسمع جراج شوية رحالة بيتكلموا عن دوليورا، وانه حاليا بقى في مكان قريب من براغو، يعني براغو هتنتهي قريب. والكلام ده طبعا بيأثر في جراي، وده اللي خلاه بعد كده يتخلى عن البيت على أمل انه يهزم دوليورا. بس أولو وليون كانوا بيحاولوا يمنعوه، ولكن لهيب الحقد والحزن والكراهية ما زال مشتعل في جراي، بيمشي من غير ما يهتم لاي حد منهم عشان يسقر لامه وابوه اللي قتلهم الشيطان، بس ما بيعرفش يعمل اي حاجه قدامه عشان بيكون ضعيف جدا. بس اولو وليون بيجوا ينقذوه، ولكن برضه ما بيقدروش يعملوا اي حاجه قدامه. واولو بتكون رجلها راحت في المعركه دي، وساعتها ليون بيروح عند الوحش وبيستخدم قوه ايس ديشيل. واولو بتقول له انت اتعلمتها فين؟ ده لسه ما علمتهاش ليك. قال انا كنت عاوز القوه وانت ما علمتنيش اي حاجه قويه، فعشان كده قرات الكتب اللي في المخزن وعرفت التعويذه دي. اولو بتجمده وبتقول له انت ما قراتش الكتاب كله، اي حد بيستخدم التعويذه دي جسمه بيتدمر، بس انت كنت تلميذ جيد ومتفوق وفكرت في اللي انا كنت هعمله. بتروح عند الوحش وبتفعل ايس تشيل، وبتقول لجراي انه يقول لليون لما يصحى انها ماتت. هي مش هتموت بالمعنى الحرفي، هتكون عايشه بس في هيئه التلج اللي مختوم على الوحش، ولو ليون عرف هيحاول يلغي التعويذه دي باي شكل. فعشان كده عايزاك تقول له كده، عاوزاكم تعيشوا حياه جديده من اول وجديد، تبداوا في حياتكم الخاصه، عاوزاكم تتطوروا لاقصى درجه، وبتمشي في لحظه مؤثره مليانه بالحزن والالم. ولما ليون بيصحى وبيسال عن اولو جراي بيقول له انها ماتت. ليون ما بيصدقش وبيقول له ازاي ده حصل؟ ازاي راحت بالسهوله دي؟ مش المفروض انها قويه؟ ازاي تموت بالشكل ده؟ كل ده بسببك انت، لو انت ما رحتش للوحش من الاول ما كانتش اولو ماتت ولا كان راح حلمي، انت اللي قتلت اولو يا جراي، وهتفضل عايش على الحياه دي طول عمرك. نرجع بقى لقتال ناتسو وليون تاني، ومفيش ولا واحد فيهم قادر يعمل حاجه للتاني. ساعتها جراي بيخش وبيقول لناتسو سيبهولي انا اللي هخلص عليه، وبيقف في وضعيه الايس تشيل. ليون بيقول له انت بتعمل ايه؟ انت فكر انك كده
هتقدر تهزمني؟ انت اجمل من انك تعمل الحركه دي. بس جراي بيفعلها فعلا وجسمه بدا يتفكك. بيقول له انا هستخدمها عليك عشان تنتهي للابد. انت بتقتل وبتستغل الناس وبتقتلهم بس عشان رغبتك في تحرير خطر عظيم. انت فكر ان انا هسيبك تعدي كده؟ بس ناتسو بيضربه بوقف التعويذه قبل ما تتم. جراي بيقول له انت بتعمل ايه؟ رد عليه انت جيت اتدخلت في معركتي وكمان بتصرخ دلوقتي، انت شكلك عبيط. بس جراي بيمسكه بيقول له المفروض انا اكون الشخص اللي يتخلص من ليون، وانا عندي استعداد دلوقتي ان اضحي بنفسي عشان كل ده يخلص. بس ناتسو بيمسكه بيقول له من امتى الهروب بقى طريقه في انهاء المعركه؟ مش ده كده يعتبر هروب؟ بس بيحصل اهتزاز في المكان وبيطلع القزم اللي كان مع ليون واللي اسمه زلاتي اللي هو عم الاهتزاز ده، لانه رجع المعبد اللي ناتسو قلبه لحالته الاصليه. بيروح لليون وبيقول له القمر هيخرج قريب عشان كده رجعت المعبد لوضعه الطبيعي. ناتسو بيقول له بعد كل اللي عملته عشان تقع انت ازاي رجعتها لاصلها؟ بس زلاتي ما بيهتمش بيه وبيقول لليون انهم هيبداوا بطقوس موندريب وبيسيبه وبيمشي. وناتسو بيروح وراه بس قبل ما بيمشي قال لجراي ما تخافش المره دي وبيسيبه وبيمشي. اول ما بيمشي ليون بيقول لجراي انتوا قريبين جدا، هل فعلا كل نقابتكم بالشكل ده؟ رد عليه وقال له لا بس انت اعتمدت على ناتسو عشان يوقف تعويذه ايس تشيل صح؟ قال له لا اصلا ما توقعتش ان في شخص هيقرب من النوع ده من السحر. جراي قال له يعني انت كنت ناوي تاخدها؟ رد عليه بالظبط حتى لو كنت خدتها فانا عندي اتباع بيفكروا يعملوا نفس اللي عاوز اعمله، والجزيره دي تعتبر هي الغاء تعويذه ايس تشيل، يعني كده كده كان هيتم انقاذي. بس جراي بيقول له ان قوله لسه حيه ما ماتتش وان التلج اللي دوليور محبوس فيه واللي هو عاوز يدوبه هو قوله نفسها. بس ليون بيقول له انا عارف الخرافه دي، التلج ده مش قوله، ده بقايا متجمده وبيستخدم سحره على جراي. نروح بقى لناتسو وهو بيجري ورا زلاتي وعاوز يعرف ازاي صلح المعبد. راح كسر عليه جزء من الحيط وبعدها رجعه تاني وقال له بالطريقه دي رجعت المعبد وبيختفي. نرجع بقى لجراي وليون هم لسه بيتواجهوا بس من غير سحر، وجراي بيفتكر وهو بيقاتل ناتسو لما كانوا صغيرين وفي الاخر بيضربوا ضربه ما بتخلوش يعرف يقوم، فعشان كده ليون استخدم السحر وقال له خلاص ديليورا قرب يصحى ومحدش هيعرف يوقفني، ما تستخفش بناتسو، انتوا كلكم ما تسوش اي حاجه قدامه. بيروح لناتسو بعد ما لقى العجوز عند ديليورا بس التلج كان بيدوب مع ان مفيش حد بيعمل الطقوس، بس بيشوف الكلب اللي كان راح قبل كده عند القريه عشان يقتل سكانها بيعمل الطقوس. نرجع تاني لجراي بعد ما قدر يهزم ليون ولكن لا حياه لمن تنادي. ديليورا بيرجع تاني للحياه. نروح بقى تاني لناتسو هو لسه مع العجوز واللي بيستخدم سحر من السحر المفقود. السحر ده عبارة عن التحكم بالزمن والتاريخ، وده معناه ان مثلا لو بيت اتهد او كوبايه اتكسرت يقدر يرجعها للزمن اللي كانت متصلحة فيه، او يقدر ان هو يوقف زمنها او يقدم مستقبلها، وده طبعا على الحاجات اللي مش حية. بيقعد يتواجه مع ناتسو ومن ناحية تانية بتكون إلزا ولوسي بيفكروا في طريقة يوقفوا بيها الطقوس بتاعة موندريب، وفعلا بيطلعوا وبيوقفوا الكلب وما زال ناتسو بيقاتل العجوز وفي الاخر قدر انه يهزمه. ده لان هدف العجوز مش انه يساعد ليون، هدفه انه يستحوذ على ديليورا وبعدها ده بالتلج وختم ختم الوحش. وجراي هو وليون بيوصلوا وجراي كان عاوز يستخدم ايس تشيل عشان يختم بيها ديليورا مرة تانية بس ناتسو بيمنعه وبيقول له لو انت عاوز تستخدمها استخدمها بس انا قلت لك قبل كده اني مش عاوزك تموت. وناتسو بيجهز عشان يخلص عليه وبيستخدم قبضة النار والوحش بيموت، بس مش بسبب ناتسو، لا ده بسبب قوله. الوحش اللي كان عايش طول السنين دي كان مجرد لحظاته الأخيرة في الحياة، ولكن هل بكده خلصت المهمة؟ لا والله. المهمة الأساسية مش انهم يقتلوا ديليورا ولا انهم يوقفوا موندريب، مهمتهم انهم يخلصوا الكرويين من الاشكال اللي بيبقوا عليها. فإلزا بتروح القرية وبتقعد تجمع شوية معلومات، وكذلك بيسألوا ليون اللي المفروض بقى طيب، بيقول لهم انا معرفش حاجة عنهم اصلا، بس احنا برضو عايشين على الجزيرة بقالنا 3 سنين وبنتعرض لنفس الضوء بتاع القمر اللي احنا عملناه وما حصلناش اي تأثير سلبي. فإلزا بتقرر انهم هيدمروا القمر، وفعلا بتلبس الدرع ده، والدرع ده اسمه درع العملاق، وده يديها القوة انها تقدر ترمي الحاجات بقوة كبيرة جدا. وجابت رمح بيساعد الدرع ده في انه بيتقبل الصدمات العالية وبيحولها لطاقة. بتقول لناتسو انه يساعدها قبل ما ترمي الرمح هو يضربها بناره عشان يطير لمسافة ابعد ويكون بقوة اكبر. بيطلعوا على البرج ده وفعلا إلزا رمت الرمح ووصلوا لحد القمر واتدمر، لكن بعدها بيقع ازاز كده وبيظهر قمر تاني. ايه اللي بيحصل ده؟ اتاري إلزا اكتشفت الموضوع وانهم في الاصل وحوش عفاريت القتين نفس المعنى، وبسبب الطقوس الخاصة بموندريب والغاز اللي بيطلع منه اثر على الجو وصنع عدسة شريرة، والعدسة دي هي اللي خلت لون القمر يبان وكأنه بنفسجي، ولكن في الحقيقة هو عادي، واللي خلاه ما يتأثرش على ليون ولا اي حد من اللي معاه لانهم في الاصل بشر مش عفاريت. اما العفاريت فأثر على ذكرياتهم وانهم اصلا عفاريت الظلام وعندهم القوة انهم يتحولوا لبشر، وده السبب اللي خلاهم ما يقدروش يقربوا من المعبد لان مفيش عفريت يقدر يقرب من مكان بيمتص الضوء، وساعتها بيقولهم الشخص ده والعفريت ده هو صاحب القارب
اللي ودى ناتسو واللي معاه للجزيره، هو الوحيد اللي استعاد ذكرياته، فعشان كده هرب من الجزيره. واللي هنا تنتهي رحلتهم في جزيره غالون الملعونه، اللي في الحقيقه هي مش ملعونه ولا حاجه، دي مجرد اشاعه. بنشوف العجوز زلاتي وهو بيتكلم حد وبيحكي له عن اللي عملوه نقابه فيري تيل، واللي بيكلمه ده هو سيغرين. بعدها بيقلع القناع وبيرجع لهيئته الاصليه وبتطلع بت، وحانت لحظة المغادرة، واخيرا بيركبوا السفينة اللي إرزا جت بيها، وفي طريقهم لمنزلهم ونقابتهم فيري تيل. وبالناحية تانية بتروح البنت اللي كانت متنكرة بيتكلم مع سيغرين، وفي الاخر بيسالها عن مستوى ناتسو، فبتقول له كنت بستخدم نص قوتي وكان بيبقى اقوى واقوى. نروح بقى نتمشى مع ناتسو وإرزا واللي معاهم، وهي بتقول لهم مش معنى ان احنا خلصنا المهمه انكم مش هتتعاقبوا، انتوا هتعاقبوا العقاب ده. ايه هو ده اللي ناتسو وجراي عارفينه وخايفين منه ولسه ما تعرفوش ولا احنا؟ لما بيوصلوا النقابه الزعيم ما بيكونش موجود لانه بيكون في نقابه الصحراء، فعشان كده بيرتاحوا من العقاب على ما هو يجي. بياخدوا بالهم من مهمه غريبه قيمتها 500,000، والمهمة دي عبارة عن انك لو قدرت تقرأ الكلام اللي مكتوب عليها هتاخد الفلوس. محدش بيكون فاهمها الا ناتسو. اول ما قرأها خرج منهم قوس قزح وبدأوا يتصرفوا بغرابة. جراي سقعان، ناتسو حران، إرزا قصيرة، هابي كبير، لوسي مستغربة من جسمها، ولوكي غضبان. الزعيم بيخش وبيقول لهم الله عليكم فعلتوا السحر القديم، والسحر ده هو سحر تبديل عقول واجسام، فبالتالي ناتسو بقى لوكي وجراي بقى لوسي، هابي بقى إرزا. بس ليفي بتخش وبتقول لهم انا هحلها لكم، وتفضل تحاول وهم يصيحوا وتحاول وهم يصيحوا لحد ما في الاخر قرأت التعويذه بالعكس في اخر ثواني على التعويذه ونجحت بس على 2، وكمان قرأتها غلط، وكل النقابه اجسامهم اتبدلت، وفي الاخر قدروا يرجعوا لاجسامهم الطبيعيه. وفي اليوم اللي بعده بيتخانق ناتسو وهابي عشان سمكه، وناتسو ما بيكونش عاوز يصالحه. بعدها بتروح لوسي الميرا في المكتبه عشان تساعدها، بس واضح انها ساعدتها جدا. بتلاقي صوره ليهم وهم صغيرين في النقابه، وبيكون ناتسو راكب تنين صغير. لوسي بتسال ميرا مين التنين ده، قالت لها ده هابي. بتصدم شويه وبعدها بتسالها هما ازاي ناتسو وهابي يعرفوا بعض. بترد عليها حصل ده من 6 سنين بعد ما دخلت فيري تيل. بتحكي لها في الوقت ده لما كانت عاده ناتسو وجراي المعتاده بتحصل وهي الخناق. بعدها راح الغابه وهو بيتدرب هناك في بيضه وقعت عليه وخدها وبدا يعتني بيها. وبعد ايام كتيره من العنايه والحمايه واهتزازات البيضه بتتسرق، بس بيكون الفيمان هو اللي سرقها عشان يدفيها لان الجو كان حر عليها بره. اول ما ناتسو بياخدها منه البيضه بتفقس وبيطلع منها قط، والقط ده هو هابي وبس. والجميع عاش في فرح وسعاده وهناء في النقابه، وكل ما اتخانقوا زادت علاقاتهم. تبدا الحلقه برجوع ناتسو وفرقته من مهمه. هتقولي ليه بتقول ناتسو واللي معاه ليه مش بتقول كل واحد يروح مهمه لوحده؟ المهمه دي اختارتها لوسي بس عشان هم اقوى فريق في فيري تيل فبيروحوا مع بعض، وواضح من وقفتهم دي. بس هم راجعين الناس بيبص عليهم بحزن وبيقولوا دول اعضاء من فيري تيل بس شكلهم لسه ما عرفوش اي حاجه. بيستغربوا شويه ولكن ما بيهتموش قوي. ولكن لما بيبص على النقابه عينك ما تشوف الا النور. النقابه متخربه من كل حته ومتدمره، بس مين اللي عمل كده؟ ميرا بتخرج لهم وبتقول لهم دول فانتوم من زول المكان ده هو مخزن فيري تيل، بس هم بيستعملوه حاليا كمكان ياخدوا منه مهمات لحد ما المقر يتصلح. بيروحوا للقائد ولقوه قاعد في حاله من الهشتك بشتك، مش فارق معاه الدنيا ولا اي حاجه حصلت. ناتسو بيقول له انت مبسوط باللي حصل؟ انت عبيط يالا ولا ايه؟ رد عليه ايوه يا عم دول ناس مجانين، المتعه في انك تهجم على نقابه حد ومفيش حد فيها. اتريم لما هجموا النقابه كان في منتصف الليل ومحدش كان موجود فيها، قمه الوضاعه والحقاره حرفيا. ناتسو بيقول له بس انا مش هرتاح غير لما ادمرهم، ولكن الزعيم بيقول له احنا لا هنهاجمهم ولا هنعمل اي حاجه. والنقاش ده انتهى وبيسيبهم وبيمشي. بيستغربوا من اللي الزعيم عمله مع انهم متعودين ان نقابتهم بتعمل اي حاجه، بس هو زعلان ومتضايق وهيموت من القهر على اللي بيحصل. بس هو ساكت بسبب ان هجوم النقابات ممنوع عند نقابه الصحراء. وبالليل بيكون ليفي واللي معاه ماشيين وبيطلع عليهم واحد وبينزل فيهم ضرب. بس احنا نروح لبيت لوسي وبنشوف هناك ناتسو وغراي وإرزا هما بيتكلموا عن نقابه الفانتوم، واللي هجم على مقرهم هو نفس الشخص اللي شفناه من شويه. طلع على لافاي واسمه هو غزيل، هو اقوى واحد في نقابه الفانتوم، هو قاتل تنين زي ناتسو بس ده قاتل التنين الحديدي ويليه الاليمنت 4، ودول بقى 4 من اقوى سحرة في النقابه. وطبعا اقوى واحد هو الزعيم واللي قوته تقارن بقوه زعيم فيري تيل الزعيم مكروف. وطبعا ما ننساش ان هما الاتنين من السحرة القديسين ال10. نروح بقى لنقابه الفانتوم والزعيم جوزي بيقول لغزيل عايش كل حاجه وعاوز كده على طول، بس عاوز البت دي عايشه. بس مين هي البت دي؟ نيجي بقى اليوم اللي بعده وبيكون في ناس واقفين في المنتزه بيتفرجوا على حاجه، وبيروح ناتسو واللي معاه هناك وبتصدموا بوجود ليفي، والاتنين اللي بيكونوا معاها متعلقين ومتكسرين، لا وكمان مرسوم عليهم علامه الفانتوم. مكروف بيوصل هناك وبيشوفهم وهو متضايق وبيقول انا ممكن استحمل الاهانه، ممكن استحمل ان اكون فرضها صغيره، اما بقى اي حد يجي ناحيه ابنائي فتبا للمجلس وتبا للقوانين والى الحرب.
وبيشتعل غضب الزعيم. بيروحوا لنقابة الفانتوم ونزل فيهم هتك يا ضرب، نازلين فيهم طحن، والزعيم بيسيبهم بيطلع هو على فوق عشان يروح لجوزي على طول. ومن ناحية تانية بنشوف لوسي وهي ماشية في الشارع ده لانهم سابوه عشان تعتني بليفي. من وجهة نظري ان سحر الارواح مش هيفيد قوي. المهم بيطلع عليه 2 من الاليمنت 4، ودول 2 من اقوى سحرة الفانتوم واللي اتكلمنا عنهم من شوية. بيحبسوا لوسي ومفاتيحها بتقع. نرجع تاني لنقابة الفانتوم وغزيل. اول ما بيشوف ان مكروف مشى من ساحة المعركة بينزل هو. ده شكلها هتبقى مجزرة بقى. اول ما بينزل واحد من الفري بيهجم عليه، بس غزيل بيمسح بيه ارض النقابة. وبالهجوم ده اتضرر الناس من اللي معاه في النقابة. الشخص ده ما عندوش تفاهم بربع جنيه، وساعتها بيهجم عليه الفيمان وبيستخدم ايد وحش حجري عشان ما يتأثرش بهجماته الحديدية. بس انت بتعمل ايه يابا؟ ما اتعلمتش من اول درس؟ غزيل بيضرب اللي معاه من النقابة عشان يشتت انتباه الفيمان ويضربه، ولما بيضربه ناتسو بيجيله وبدأت معركة قاتلة تنين. بيسيبهم هما الاتنين بيضربوا بعض وبنشوف النقابة كلها بتتهز. هذا هو غضب العملاق، غضب زعيم فريتيل، انه مكروف وبحالته دي مفيش اي حد يقدر يوقفه. بيدخل لجوزي وبيضربه من غير تفاهم، بس جوزي بيطلع وهم وبيكون في حتة تانية اصلا. بيقول له انت فين؟ لو راجل بجد اطلع لي. جوزي رد عليه انت عارف ان قتال بين 2 سحرة من السحرة القديسين ال10 ممكن يسبب كارثة طبيعية؟ انا بختار فوز اسهل. وبيوري له لوسي وهي مربوطة ومغمى عليها، وبيقول له انت خطفتها ليه؟ رد عليه الغريب انها تكون معاك في النقابة وانت ما تعرفش. لا بجد انت ما تعرفش لوسي هارتفيليا. بس مكروف ما بيكونش فاهم حاجة. وساعتها بيخرج شخص من وراه، والشخص ده اقوى واحد من الاليمنت 4، بيستخدم سحره على الزعيم وبيسلب منه قوته. الزعيم بيتغير لونه وبيقع وما بيكونش قادر يتحرك، ده فقد سحره بالكامل. ولما الفانتوم بيشوف زعيمهم واقع بترجع لهم روحهم القتالية وبيهجموا على فريتيل وبقوة اكبر. ومن ناحية تانية بتكون معنويات فريتيل في الحديد بعد ما يشوف زعيمهم في الحالة دي. اذا لما بتشوف الوضع كده بتأمره بالانسحاب. غريب بيقول لها انت عبيطة ولا ايه؟ وايه ده اللي ننسحب؟ ردت عليه الزعيم دلوقتي في حالة مزرية ومعنويات النقابة ضعيفة وحرفيا مفيش حاجة نقدر نعملها قدامهم. هما بينسحبوا. ناتسو بيسمع غزيل والتاني اللي من اليمنت 4 هما بيتكلموا عن اختطاف لوسي، فناتسو بياخد واحد وبيقول له فين لوسي؟ رد عليه معرفش، بس المقر الرئيسي هناك، ممكن تكون هناك. نسبة احنا ونروح على المقر الرئيسي وبيكون لوسي هناك. ولما تصحى وبتقابل الزعيم بتسأله بتعمل كده ليه؟ هو لا دي اوامر من الحاج يا بنت عيلة هارتفيليا. وبنعرف ان لوسي بنت شخص من اغنياء القارة ولكنها ما بتحبوش وهربت من البيت، وبتقول له انا مش هرجع، وقدرت انها تهرب منه بطريقتها الخاصة. بتنط من الشباك وناتسو بيلحقها وبتقعد تعيط وبتقول كل ده بسببي وانا عاوز ابقى في النقابة. بروح الغابة دي واللي بيكون فيها صديقة قديمة للزعيم واسمها بلوشكا، وهي ست مجنونة بتكره البشر او ريحة البشر، ولكنها احسن واحدة هتعالج الامراض اللي ليها علاقة بالسحر. بتضرب مكروف على وشه عشان التصرفات المتهورة اللي بيعملها هو في السن ده. صدق اللي قال عليها مجنونة. بتقول الاتنين دول واللي مش هقول لك اسمهم انك لو كنت متابع الاجزاء اللي فاتت كنت عرفتهم، فروح تابعهم الاول وتعالى كمل. المهم بتقول لهم عشان تسرع في علاجه لازم تجمع قوته السحرية. شخص زيه يمتلك قوة سحرية ويستخدم عليه سحر الاستنزاف اكيد مش هيستحمل. نروح بقى على النقابة وميرا وكانا بيحاولوا يتواصلوا بمستغان او حتى يعرفوا مكانه، ولكن من غير اي فايدة. ميرا بتكلم لاكسوس وبيقول لها انتوا مجموعة من الحمقى متوقعين مني فعلا اني اجي واكمل الحرب اللي بداها العجوز ده؟ انسوا الكلام ده. وبقول له العجوز طالما هو مش قادر على منصبه او الحفاظ على النقابة هيستقيل احسن وانا اخد منصبه. ميرا بتقول له بس هم عاوزين ياخدوا لوسي. بيقول لها المبتدأ دي هنقذها بس بشرط انها تكون مراتي. وبيضحك وبيقول اوعى تحلموا اصلا. ميرا بتكسر البلوره بعد ما سمعت منه الكلام ده. شخص في قمه القذاره وبالشكل ده ازاي يكون عضو في نقابه فريتيل؟ ميرا بتقول لي كانا طالما مفيش لا مستغان ولا لاكسوس ولا حتى الزعيم يبقى انا هقاتل كانا. بتوقفها وبتقول لها اشمعنى انك كنتي في يوم من الايام من رتبه اس انك تقدري تواجههم وانت اكتر واحده عارفه. بروح بقى لوسي وهي زعلانه ومتضايقه ان ابوها ما فكرش انه يسال عليها لمده سنه. دلوقتي بيستخدم طرق حقيره عشان يرجعها. وبنشوف لوكي وهو بيبص لوسي، بس البصه دي مش اول مره تحصل، ده اللي هنعرفه في وقت تاني من القصه. وساعتها المكان كله بيتهز وبنشوف مقر الفانتوم بيتحرك. دول اتجننوا بشكل رسمي. ميرا بتاخد لوسي بتنيمها عشان توديها لمكان امن، بينما مقر الفانتوم بيتضرب عليهم طلقه جوبيتر واللي ممكن تدمر النقابه بكل الموجودين واللي بعد النقابه كمان. رضا بتلبس درع قوي جدا والدرع ده بيديها قوه حمايه عاليه جدا، بتستخدمه وبتصد الطلقه على قد ما تقدر. وفي الاخر بتاخد اللي اتبقى من الطلقه وبيتمسح بيها الارض من غير ارزه. كان زمانهم كلهم على فراش الموت.
جوزي بيتعصب جامد وبيقول لهم طالما انتوا كده يبقى هتعيشوا 15 دقيقه من الرعب على ما الطلقه التانيه هتجهز، ودلوقتي لا في ارزه تحميكم ولا مكروف. وبيطلع من قاعدتهم اشباح، هو ده سحر جوزي. وبيقول لهم انتوا كده مش قدامكم غير حلين، اما انكم تموتوا من الجيش الاشباح بتاعي او انكم تموتوا بالجوبيترا. نانسو ساعتها بيقول لهم سيبوني اروح هناك وانا اعرف اظبط الدنيا. فعلا بياخد هابي وبيروحوا، بيفضل يحاول انه يدمره ولكن مفيش اي فايده. فبيدخل عشان يدمروه من جوه، فبيطلع لهم ساحر من الاليمنت، والسحر ده قوته انه يتحكم في النار، يعني اي نار سواء طبيعيه او سحريه بتنفذ اوامره. وناتسو ما بيكونش عارف يعمل حاجه قدامه، بيكون فاضل 5 دقايق على الاطلاق. بيستكملوا القتال اللي مفيش منه اي رجع. فناتسو بيقرر انه ما يستخدمش ناره، بيستخدم ايده، لان الشخص اللي قدامه بيسيطر على النار، يعني النار مش هتصيبه. وناتسو بياكل النار، يعني معركه تعتبر غير مألوفه. وساعتها الواد اللي قدامه بيستخدم كاتانا، بس ناتسو بيضربها وبتخبط في اللاكاريما اللي بتخزن السحر فيها عشان تضرب الطبقه، ولكن خدش الكاتانا ده ما يعتبرش اي حاجه بالنسبه للاكريما بالحجم الضخم ده. فناتسو بيقرر انه يتخطى حدوده وبيسيطر عليه نيرانو، وفعلا بينجح، بس الطلقه ما بتجيش فيه وبتيجي في اللاكاريما. اتاري كل الوقت ده كان مخطط لكده اصلا يا ابن الجنيه. بعد جوتر ما اتحطم بيقرر جوزي انه يستخدم خطه تانية، ونقابتهم بدات تهتز وبتتحول لعملاق ضخم. بيقرروا انهم يعتمدوا على نفسه عشان يوقفوا، بس بيفتكروا مشكلته مع وسائل النقل. فعشان كده بيروح غراي والفيمان لهناك بيزوم اول عضو في المنت 4. واول ما ميرا بتعرف ان الفيمان راح بتكون خايفه عليه لانه مش هيعرف يعمل حاجه قدامهم. بس كانت بتقول لها بعد الحادثه كلنا اتاثرنا، مش انت والفيمان بس الفرق ان هو قرر يمضي قدما. وبسبب الكلام التحفيزي ده ميرا بتقرر انها تسلم نفسها على انها لوسي. ولكن جوزي بيقول لها انت عبيطه، انت مقتنعه بجد ان انا مش عارف ان لوسي مش هنا؟ ما كده عارف ومخطط لحاجه زي كده، بس انت عشان مجرد حساله فانا هعاقبك. وبيحبسها بالمفاصل العملاق عشان يكسر عظمها ولكن بالشكل البطيء. نرجع بقى للفيمان ان هو بيجري في الكان عشان يدور على طريقه يوقف بيها العملاق، بس بيطلع له الشخص ده واللي شفناه قبل كده لما لوسي اتخطفت اول مره. لما الفيمان داس على عينه عرف ذكرياته القديمه وانه مش هيعرف يستخدم سحر تيك اوفر على جسمه كله لانه ما بيعرفش يتحكم فيه. واكتشف ده لما تحول لوحش وقتل اخته الصغيره لسانه. سول بيستغل نقطه الضعف دي وبيضربه وبيكسر عليه جدار المكان. ساعتها الفيمان بيشوف اخته الكبيره ميرا وهي مش قادره تتحرك وجسمها يتكسر، هو مش قادر يعمل حاجه. اخته التانيه هتموت برضه قدام عينيه. فعلا ده لان النقابه دي قد ايه هي استغلاليه وحقيره بكل ما تحمله الكلمه من معنى. وساعتها سول بيستخدم على الفيمان سحر الختم واللي يخليه جزء من الارض ويدفنه من ذكرياته السيئه كلها. بيشوف الفيمان ذكرياته القديمه كلها من اول موت بغبغائه لحد موت اخته، وكل ده بسببه. بس بيفتكر كلامها وهي بتقول له انه كل شيء حي في الحياه في الاخر هيموت، ولكن لو انت فعلا بتحب الكائن اللي مات ده هيكون لسه عايش في قلبك. وساعتها الفيمان بيتعصب جامد وبيكسر سحر الختم وبيقول لهم انا هحولكم لرماد انكم خليتوا اختي تعيط. وبيستخدم سحر تايك اوفر على جسمه كله وبيستخدم الوحش اللي قتل بيه لسانه. سول اول ما بيشوفه بيكون خايف منه وبيكون عاوز يهرب، بس على مين يابا؟ ده انت خليته يعيش مده من لحظات حياته الكئيبه ومعتقد انه هيسيبك بالسهوله دي. نزل في سول ضرب لحد ما ملامحه اختفت. بعدها بيروح لميرا عشان ينقذها. ميرا بتعرف انه بقى يقدر يتحكم في تايك اوفر على كامل جسمه، بس هي بتقول له بتعيط لي دلوقتي؟ مش احنا عايشين بدلها؟ وعشان انت ما كانش قصدك انك تقتلها، انت كنت عاوز تحميها. بس ميرا بتلاحظ ان كتابه العملاق في الدائره السحريه بقت بطيئه وبتستنتج ان العملاق بيستمد قوته من الاليمنت 4، وبما انهم هزموا 2 فتبقى 2، ولو هزموهم الدائره هتقف. نروح بقى لناتسو واللي قابل اقوى واحد من سحره الاليمنت 4. نروح بقى لغراي وهو بيواجه البنت دي واللي شفناها وهي اللي كانت خطفت لوسي واسمها جوفايا، ودي بتتحكم في الميه واي حته بتروحها بتمطر وبيكون المكان في حاله من الكآبه بسبب المطر. بس هي اول ما شافت غراي عجبت بيه، ولكن القتال يزال قتال. بس في الاخر غراي قدر انه يهزمها، وما زال السحره اللي قدام النقابه بيحاولوا يحموها بكل القوه اللي عندهم ومش عاوزين يستسلموا. لوسي بعد ما صحت وعرفت اللي بيحصل بتتضايق وكمان مفاتيحها ضايعه بتزعل اكتر. وساعتها الباب بدا يتكسر، ومن ناحيه تانية ناتسو مازال بيقاتل اريا ومش قادر يعمل اي حاجه قدامه. في نفس الوقت بنشوف الزعيم مكروف وهو بيقوم بس ما بيكونش اتعالج بالكامل. بلوشكا بتقول له انت المفروض ترتاح وما تروحش في حته. رد عليها وانت مقتنعه ان اسمع كلامك من واجبات الاب انه يعمل مهمات الاب، وانا اسف على الازعاج. بياخد بعضه وبيمشي. نرجع تاني ناتسو واللي حرفيا متهان من اريا ومش قادر يعمل اي حاجه قدامه. اريا قال له ما بداش بقى، انا عايشك نفس المعاناه اللي اديتها المكروف. وبيختفي وبيظهر من وراه وبدا يستنفذ قوته. بس ساعتها ارزا بتيجي وبتلحقه. الله عليك يا بنت، والله مش عارف من غيرك النقابه كانت هتعمل ايه. اريا بيقول لها طالما انها قتلك يبقى لازم اقاتل بجديه. بيخلع الشاش اللي على عينه ونعرف ان هو لابس الشاش ده، يعني هو ما بيستخدمش قوته كده اصلا. اما لما بيخلع الشاش بيطلق العنان لقوته. ولكن يا عزيزي دي ارزا، هي دي المراه اللي قادره على التحدي والمواجهه. فعلا بضربه واحده بتخلص عليه. الله عليك يا بنت.
بنتي. على راي ماكو نساء فيريتيل اللي هم اقوى نساء. نروح بقى لوسي وبنلاقيهم بيتهاجموا، حتى اللي معاه ما كانش قادر يحميها من غزيل ولا الاتنين اللي معاه. بيقولوا لوسي تهرب، ولما بتيجي تهرب غزيل بيطلع قدامها وبيقول لها انت رايحه فين بس؟ عاوزه تهربي؟ طيب بياخدها زي شويه بطاطس بيطلع بيها على السطح عشان يروحوا للمقر، بس لوكي بيظهر وبيقول له سيب البنت عشان ما محكش من على وش الارض. ولما غزيل بيجي يهجم عليه بيحس منه بحاجه غريبه وانه مش بشري، وفعلا ما بيقدرش يعمل اي حاجه قدامه، لحد لما لوكي بتجيله حاله الصرع اللي بقت تجيله من فتره. غزيل استغل الثغره دي وقدر يهزمه وبيحبسه في سجن مرايا. هو جوه بيقعد يحزن على نفسه شويه، فهنسيبنا منه ونروح لإرزا اللي وقع على الارض، وهي بتقول لناتسو انت عندك قوه كبيره جدا جواك، وجه الوقت اللي لازم تطلق فيها العنان لقوتك وتكتشف قوتك المخفيه، مش انت اللي هتتخطاني يا ناتسو، روح واطلق العنان لقوتك. الكلام ده طبعا حصل بعد ما غزيل رجع بلوسي، والزعيم جوزي قرر يسمعهم صوتها، وبعد ما سمعهم صوتها وحقق اول هدف بالنسبه له هو انه ياخد لوسي، قرر يحقق الهدف الثاني هو انه يمحي فيريتيل، وساب غزيل يراقب لوسي على ما هو يتخلص من اعضاء فيريتيل اللي في النقابه. وفعلا بيوصل هناك وبيكون جراي وميرا والفيمان وصلوا عند إرزا، بس جوزي لما بيوصل كلهم بيحسوا بالموت والحقد كانهم محسوسين. جراي والفيمان بيهجموا عليه بس من غير اي فايده، لا وهم اللي بيتضرروا. فإرزا بتقوم تاني عشان تواجهه، ومن ناحيه تانية غزيل كان قاعد يعذب في لوسي، ولكن وقبل ما بيضربها تاني بيدخل ناتسو وهو متعصب ومطلع نار من كل حته. فعشان كده حابب اقول لك لو عايز تعرف هل ناتسو هيهزم غزيل وهل إرزا هتقدر تستحمل وتعيش قدام جوزي وايه اللي هيحصل للزعيم مكروف، يبقى تستنى الملخص اللي جاي. وعشان يوصلك الملخص اللي جاي تعمل ايه؟ اكيد تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من سلسله فيريتيل واي ملخص انمي تاني ننزله. وطبعا ما تنساش اللايك وتقول لنا اكتر جزء عجبك في الفيديو. وبس كده يا ابطال، اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.